طبعا دلوقتي تقريبا الساعة 8:05. هنبدأ، ويعني إذا انضموا علينا الزملاء أو الأساتذة الآخرين برضو فيهم يكملوا معنا. طبعا في البداية مرة ثانية يعني برحب بجميع الحضور آه، باسم طبعا أكاديمية عبد الله وجلان، أو أكاديمية العلوم الاجتماعية للقائد عبد الله وجلان. وطبعا فكرة اللقاء هي الأخوة الكردية الأمازيغية. طبعا احنا ارتئينا يكون في نخبة من المثقفين والسياسيين للشعبين الكردي والأمازيغي، أنه يكون في حلقة نقاشية يتم فيها تداول ونقاش معاناة الشعبين، بالإضافة إلى التحديات الموجودة الحالية، كما يعني من تسليط الضوء على رؤية وتجربة الشعبين، إضافة إلى آفاق التعاون والتضامن وبناء ساحات للعمل المشترك في المراحل القادمة. طبعا رغم بعد الجغرافي، لكن ظروف الحياة والتحديات الموجودة، كما أن يعني المعاناة اللي تعرض لها الشعبين يتشابه إلى حد كبير يعني. ونحن يعني بهذا اللقاء هو الأول من نوعه. فكرة اللقاء أنه يكون في تعارف ونقاش وتبادل آراء، وتسليط الضوء طبعا على تاريخ الشعبين، على التحديات الموجودة، على معاناتهم، على رؤيتهم حل القضايا الموجودة للمكونات ولشعوب لما حصلت على حقوقها وانظلمت طبعا عبر مراحل التاريخ إلى يومنا. طبعا معنا نخبة من السياسيين والمثقفين من الجانب الأمازيغي. طبعا نحن نقول أمازيغ أو الطوارق، برضو لأني معنا من الطوارق، وبرضو ممكن هم أيضا يوضحون الفرق بين الأمازيغ والطوارق إذا كان هناك يعني في فرق، لأنه هذا اللقاء هو أول من نوعه. وطبعا بيهمنا حتى لو كان في بعض الأسماء أنا لفظتها بشكل يعني مش صحيح يتم تصحيحه. طبعا الأشخاص الموجودين معنا من طرف الأمازيغي، طبعا احنا تواصلنا مع الكاتب أحمد عصيد، وهو كاتب وباحث حقوقي، بالإضافة إلى السيد أكلي شيكا، وهو أيضا هو باحث وناشق طوارئي. كما معنا السيدة أماني الوشاحي، وهي مسؤولة الأمازيغ في مصر ومسؤولتهم في الكونغرس الأمازيغي العالمي. طبعا برضو معنا من الأخوة الأمازيغ الأستاذ فتحي خليفة، وهو رئيس لحزب اسمه حزب ليبو، وكان سابقا رئيس لمجلس أو للكونغرس الأمازيغي العالمي. كما يعني تواصلنا مع الناشط الأمازيغي من الجزائر عبد الله بوتاني، بالإضافة إلى مجدي بوهنة، وهو الناشط آه، من الأمازيغ أو الطوارق. كان المفروض أيضا تكون معنا السيدة نوميدا، لكن ظاهر عندها يعني لدلوقتي ما حضرت معنا. طبعا من الطرف الكردي معنا الأستاذ صالح مسلم، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، بالإضافة إلى الدكتور كاميران برواري، عضو أكاديمية عبد الله وجلال وعضو المؤتمر الوطني الكردستاني، بالإضافة إلى عبد الوهاب بيراني، وهو كاتب وناقد من شمال وشرق سوريا. كمان معنا السيدة أفيندار مصطفى من أكاديمية عبد الله وجلال للعلوم، أو من أكاديمية العلوم الاجتماعية للقائد عبد الله وجلال. كمان معنا السيد محمد شيخو السياسي الكردي. طبعا عشان ما يعني نروح وقت بشكل كبير، حنبدأ اللقاء. طبعا حنبدأ بأستاذ أكلي شكرا. وأنا يعني رتبت الأسماء حسب الترتيب الأبجدي، لذلك يعني اختيار الأسماء حيكون حسب الترتيب الأبجدي للطرفين. هناخد يعني اسم من كل طرف. في البداية ناخد أستاذ أكلي شيكا، طبعا لأنه أستاذ أحمد عصيد لسه ما حضر. إذا حضر برضه هو يعني حيتكلم. أستاذ أكلي شيكا، طبعا إذا في أي يعني وصف أو اسم أنا ما قدرتش أقوله أو ما وفقتش في أن أقوله، برضو يعني المشارك فيه يقول اسمه وصفته بشكل مختصر، وثم يعطي كلمته اللي
بنتمنى انه ما تتجاوز 10 دقائق. استاذ اكلي شيكا، تفضل، نحن سامعينك يعني. ماشي. الأول أنا مش سامعة الصوت. أكلي أنا مش سامعة الصوت. أنا الصوت مش واضح عندي خالص. الصوت واضح الآن؟ دلوقتي سامعاك. أوكي. أنا فقط أردت أن أقول شواني باشي في الأول. السلام عليكم كلكم. تحية طيبة للجميع. اللقاء أن يكون بداية للعلاقات وللعمل معا مع إخواننا إثمان الأكراد، ونتعارف أكثر ونتجاهل باعتبار أننا نواجه قضية ذاتها، نواجه المشكلة نفسها، وربما أيضا أعداء أنفسهم. فأنا أشكركم على هذه الفكرة، وأشكر المشرفين على هذه الفرصة، الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة. أنا طبعا الاسم أكرم، ربما فقط الإضافة أضيف بعض الكتب التي كتبتها حتى الآن. أكتب باللغة الإنجليزية واللغة العربية. حتى الآن كتبت مصر الحقيقة، مذكرات مناضل من الطوارئ باللغة العربية، وكتبت أيضا باللغة الإنجليزية Man of the Sahara along with the Tuareg statehood. طبعا هو هذا التعريف فقط. أتمنى أن خاصة أن هذه النخبة مهمة جدا التي تمكنا به بحمده وشكره أن تلتف وأن تلتقي، خاصة في ظروف صعبة جدا لشعبنا الأمازيغ بصفة عامة، وخاصة الطوارئ في إقليم هزوات. كما تعلمون هناك عبادات جماعية، وهناك وأيضا ما يحصل لشعبنا من الظلم إلى آخره كل مناطقهم. فأنا أحييكم من خلال هذا المنبر، وأتمنى وسوف أستمع إلى النقاش، وإن شاء الله سأشارك كل ما أستطيع. ولكن ما يهمني هو أن هذا الإنجاز العظيم أن الآن أصبحنا نتكلم ونتحدث كإخوة وأصحاب قضية واحدة. قطع الصوت. استاذ اكلي راح صوتك. استاذ اكلي افتح صوتك. بالتالي هو خلص كلمته. طب ما دام استاذ اكلي انت عندك اشكاليه بالصوت، خليني اخذ يعني شخص ثاني، وان شاء الله يعني بعد شوي صوتك بيكون افضل. طبعا خلينا ناخذ السيده افيندار مصطفى حسب الترتيب الابجدي للكلام. سيده افيندار، وهي من يعني اكاديميه عبد الله الاوجلاني للعلوم الاجتماعيه ومؤتمر ستار. تفضلي بإلقاء كلمتك يعني، وما نتمنى ما تزيد عن 10 دقائق يعني. في البداية لا يسعني القول إلا السلام بعد السلام عليكم. نحن جدا سعيدين بهذا اللقاء، وفي هذا الجمع نحن نأمل خيرا بما هو قادم، لأننا متأكدين أننا سنعيد كتابة التاريخ من جديد كيفما كان. فالتاريخ المهمش لسنوات طويلة، التاريخ الذي غابت عنه هوية العديد من الشعوب، همشت العديد من الشعوب، جعلت منهم هباء، جعلت تاريخا كاملا يعني مدفونا. سوف نعيد نحن معا بفكرة أخوة الشعوب، بفكر ونهج الذي قدمه لنا القائد عبد الله أوجلان. وهذا اللقاء الذي يتم اليوم هو بداية جيدة
على أن هذا المشروع الذي نقوم به سوف يسير بخطى كبيرة نحو أخوة الشعوب، نحو الوحدة، نحو التضامن. هذا ما نريده حقيقة. عندما قرأنا عن الأمازيغ ووجدنا التاريخ الأمازيغي، شخصيا شعرت بالاستياء، شعرت بأن كم من المعاناة المشتركة التي عشناها، ما هو الحال التي وصلت إليه شعوب لديها ثقافة عريقة بهذه الطريقة، ولكن تاريخ كامل مهمش. فنحن هنا بسعينا المستمر، بعملنا، بتضامننا، بسيرنا على خطى لبناء مجتمع ديمقراطي، مجتمع أخلاقي، سنصل إلى ذاك التضامن، وسنستطيع أن نقوم بتنفيذ هذا المشروع الذي هو لا يتبنى فكرة الدولة الواحدة أو قومية واحدة أو لغة واحدة. هذا ما عانيناه سوية، فأنتم تعرفون أيضا ما عانينا، ونحن نشعر بما تعانون. فالفكرة هنا أننا نعاني من نفس المشكلة، نعاني من تاريخ مدسر، نعاني من أننا همشنا طوال السنوات، عانينا من الإبادة، عانينا من الصهر الثقافي، عانينا من التقربات التي حكمت علينا بالبقاء على الهامش أو مواطن درجة ثانية أو ثالثة أو عاشرة. فحقيقة لا يسعني القول أن بتنظيمنا بشكل جيد، باتباعنا لنهج الابتعاد عن مفهوم الدولة، الابتعاد عن القومية الواحدة، الابتعاد عن فكرة الأفكار التي تقوم الدولة القومية بالترويج لها، سنستطيع التغلب على هذه الفوارق، سنستطيع السير نحو الديمقراطية، نحو الحرية التي تحلم بها الشعوب. سنستطيع رسم تاريخ جديد بدءا من خطوات جادة سنقوم بها. هذا ما أردت أن أبتدئ به. هذا ما يعني. المايك مش مفتوح يا أستاذي. ست أمان، السيدة أماني الوشاحي، وهي مسؤولة أمازيغ مصر في الكونغرس الأمازيغي العالمي. تفضلي حضرتك في تقديم كلمتك يعني. لا، هو مش مسؤول، اسمه ممثل أمازيغ مصر في الكونجرس العالمي الأمازيغي. مبدئيا بس أنا يعني بشكركم على اللقاء، بس أنا عايزة أحيي الرئيس دكتور فتحي نخليفة، حبيبي وحشني من سنين. بس يعني هي مبدئيا طبعا بيقولوا على الشعبين الأمازيغي والكردي الشعبين التوأمين، يمكن عشان بنعيش نفس التجارب على مدى التاريخ أو نفس الأحداث رغم أننا لم نلتقي تاريخيا. يعني بيظل أكبر مشكلة بيواجهها الشعبين هي مشكلة الأحادية، إن إحنا بنحارب أو بنناضل ضد الفكر الأحادي اللي عايز يفرض نفسه علينا واللي ما بيتقبلناش. المشكلة الثانية إن حربنا ضد التثقف، يعني إحنا عايشين حالة من التثقف المضاد. التثقف إن بتيجي ثقافة أخرى تفرض نفسها عليك غصبا عنك بالقوة بالعنف بأي طريقة، فبتبتدي أنت تعمل حاجة اسمها تثقف مضاد، اللي هو إنك بتصد هذه الثقافة الدخيلة وتحاول تحافظ على ثقافتك. يعني دي عملية مرهقة جدا لو بصيتوا لها على مدى قرون، يعني ما حدش يقدر يعمل ده على مدى قرون، فاحنا بجد عاملين معجزة. يعني
ما زلنا بنناضل من اجل الاحاديه، مناهضه الاحاديه ومناهضه التثاقف يعني. احنا نجحنا، وده في حد ذاته بيدي امل ان احنا ممكن بقى ناخد خطوه تانية اللي احنا لسه ما نجحناش فيها، بس هي الخطوه السياسيه. لكن احنا نجحنا نجاح مبهر على المستوى الثقافي، على الحفاظ على الهويه. على فكره الحفاظ على الهويه دي في حد ذاتها يعني احنا يتعمل لنا تمثال فيها. يعني في شعوب ما قدرتش تحافظ على هويتها وبالتالي انسحقت. يعني اللي مخلينا موجودين لغايه دلوقتي هو الحفاظ على هويتنا. دي حاجه مفروغ منها، دي حاجه احنا عملناها على مدى قرون ونجحنا فيها. دلوقتي احنا عايزين بس ايه، يعني التنسيق مع بعض، نبتدي نشوف بقى المستقبل هنعمل ايه في المحور السياسي. يعني اوكي احنا يعني نجحنا ثقافيا واجتماعيا، احنا بقى عندنا دلوقتي ايه اللي ممكن نعمله مع بعض عشان نرتب بقى للمحور السياسي مستقبلا. بس شكرا. شكرا لحضرتك استاذ اماني. طبعا دلوقتي في عن عبد الوهاب بيراني، كاتب وناقد ومسؤول علاقات في اتحاد مثقفي الجزيرة. استاذ عبد الوهاب تفضل. بداية تحية لجميع المشاركين وخاصة الأخوة الأمازيغ أصدقائنا في الشمال الأفريقي أو في شمال أفريقيا. أيضا تحياتي للإدارة التي قامت بهذا العمل مشكورا، والتي جمعتنا من شمال شرق سوريا وشمال أفريقيا، جمعت الشعبين الكردي والأمازيغي على هذه المنصة الجميلة وفي هذا المساء الجميل. حقيقة الشعب الكردي والشعب الأمازيغي يعني لهما يعني ليست ارتباطات تاريخية، وإنما تداولات تاريخية، يعني عاشت نفس السيناريو التاريخي. فأيضا حينما غادر الاستعمار أو الانتداب الأوروبي سواء كان إنجليزي أو الفرنسي المنطقة في أواسط القرن الماضي، بقي الكرد مجزؤون بين أقاليم أو جغرافيا، يعني تجزأوا بين جغرافيا متعددة، 4 جغرافيات منقسمة. هو ذات الشعب يعيش على أرضه التاريخية. هذا الشعب أيضا الشعب الأمازيغي يعاني نفس الموضوع، أيضا يعيش بين دول وأقاليم وحدود سياسية اصطناعية، رغم أنه هو شعب واحد ويعيش على أرضه التاريخية. هذا السيناريو يعني تكرر أيضا أو هو موجود، وهو عقبة وهو أهم التحديات أمام تحرر الشعبين. هذا بداية. أيضا هناك يعني إذا توغلنا أيضا في التاريخ، يعني نلاحظ في القرن ال11 ميلادي أو في نهاية القرن ال11 ميلادي أيضا هناك يعني اعتماد الدين الإسلامي على الشعبين الكردي والأمازيغي. يعني معظم الانتصارات والفتوحات بين قوسين التي حصلت أو التي انتصر فيها الإسلام في العالم، كان يعني مثلا طارق بن زياد ينطلق إلى الأندلس، وأيضا يوسف بن تاشفين يؤسس أكبر دولة للمرابطين في شمال أفريقيا وفي المغرب. أيضا صلاح الدين أيوبي بعده بسنوات قليلة يعني يقوم بتحرير فلسطين وبيقوم بتوحيد مصر وبلاد الشام. أيضا يعني هذين الشخصيين في التاريخ الأمازيغي والكردي لهما يعني مكانة كبيرة. يعني قامت الفتوحات الإسلامية على أكتاف الشعبين الأمازيغي والكردي، لكن هذا الإسلام الذي منع أو القرآن الذي منع تداوله وقراءته بلغات أخرى غير العربية كان من بدايات السيطرة أو تهميش اللغات المحلية أو اللغات الحقيقية، لغات الأم. الأمازيغ لم يكن مسموحا لهم أن يفسروا أو يقرأوا القرآن بالأمازيغية، وأيضا الأكراد لم يستطيعوا أن يقرأوا القرآن، وفي غياب دولهم القومية آنذاك لم يستطيعوا أن يكون يعني يؤسسوا إلى لغة قومية أو لغة أن تكون هذه اللغة ممارسة في الحياة اليومية. هذه اللغة التي تعرضت للتجزؤ والانقسام، فتعدت اللهجات وضعف الترابط. هذا الأمر أيضا يعني عانى منه الشعب الأمازيغي في شمال أفريقيا. لكن تبقى الصبغة الأساسية هو الاحتفاظ بهذه اللغة كثقافة وكهوية. أيضا الأمازيغ حافظوا على اللغة الأمازيغية كهوية أساسية في المنطقة، والكردي أيضا حافظ، ولذلك كان دابر الحكومات المتوالية هي محو وسحق هذه اللغة، أي مسح وتهميش هذه الهوية. وكانت القضايا القومية بين قوسين أو القضايا التي تهم الشعوب
التي لم تستطع أن تكون جزءا في الخريطة السياسية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، يعني خاصة الأكراد في منطقة الشرق الأوسط والشعب الأمازيغي في شمال أفريقيا. كان هذا الشيء يعني هو أحد عقبات أو أحد المحن التاريخية. يعني الشعبين يعيشون في منطقة خذلهم التاريخ، وأيضا خذلتهم الجغرافيا. هذه الجغرافيا الثابتة وهذا الشعب الثابت هما أبرز عاملين أساسيين لاستمرار هذين الشعبين. والشيء الأساسي الذي يعني يعول عليه هو احتفاظ هذين الشعبين بموضوع الثقافة الوطنية أو الهوية الشعبية لهذا يعني لأممهم أو لشعوبهم. هذه الثقافة التي أيضا يعني هي يعني تعتمد على الشقين، هي الثقافة المادية والثقافة الروحية أو اللامادية. فمعظم الأساطير والقصص والحكايات والمأثورات، أيضا الآثار الموجودة في المنطقة تدل على عظمة هذين الشعبين، ولا يمكن أحد أن ينكر يعني هذا الأمر. يعني قبل أيام وقد يعني أصبح ترند يعني موضوع تلك المرأة التي يعني عاشت قبل 75,000 عام. هذه المرأة أصبحت ترند في المنطقة الجغرافية، وهذا أكبر دليل على وجود هذا الشعب الحي الذي يعيش على أرضه. وكل محاولات التذويب والإقصاء والتهميش يعني باءت بالفشل. المشروع الأساسي الذي يعني هو الذي يستطيع أن نعول عليه لكي يكون حلا في المنطقة ولفرض هذه الثقافة أو لإعادة ثقافة هذين الشعبين هو التماسك أو تمتين النسيج الثقافي والتاريخي بين الشعبين، بين الشعب الأمازيغي والكردي، خاصة أنهما يشتركان بسمات أساسية. يعني الحالة الاجتماعية أو الحالة الثقافية أو الحالة الدينية التي يعيشها الشعب الأمازيغي هي قريبة جدا للحالة التاريخية التي يعيشها الشعب الكردي في مناطقهم. هذه القضايا أيضا يعني موضوع إنكار، موضوع التهميش، موضوع أنه أن يعد الشريعة أقلية وأن يتم التلاعب بموضوع الأرقام والأعداد وأن يصنف شعب بأنه أقلية أو أكثرية. هذا الأمر غير وارد في الموضوع القضايا الاجتماعية. ففهم قضايا الاجتماعية للمنطقة هي فهم قضايا الاجتماعية في المنطقة هي جديرة بأن تضع الحروف، تضع النقاط على الحروف، وأن يكون مدخلا للحل. أعتقد أن الحل الحقيقي والمناسب لمجمل شعوب المنطقة التي تعيش نفس الظروف التي يعيشها الشعب الكردي والأمازيغي هي البحث عن الهوية الديمقراطية، الثقافة الديمقراطية، هي ثقافة الإخاء بين الشعوب، ثقافة الاحتواء، ثقافة التميز أيضا. يعني ليس أن تنتصر أو يكون هناك أفضلية مكون على مكون، وإنما يكون لكل المكونات نفس السوية ونفس الحقوق ونفس الواجبات، وأن يمارس الكل فنونه ولغاته وثقافاته، ويعني أن يمارس إدارته لمناطقه بشكل كامل، بشكل حر، بشكل يعني نابع من قلب الجماهير. هذه الجماهير التي هي يعني لا يمكن أن يكون هناك فاصل بين قيادة هذه الجماهير والجماهير، وكلها تعتبر كتلة واحدة، كتلة نسيجية مجتمعية واحدة تمتاز بثقافة ديمقراطية. هذه الثقافة الديمقراطية التي تسعى إلى إقامة الأمة الديمقراطية، هذه الأمة الديمقراطية التي يتنافى في هذه الفلسفة أي فروقات عرقية أو أثنية أو مذهبية التي كانت سببا للحروب الإقليمية والدولتية للمنطقة خلال 100 عام المنصرمة. كل الحروب التي شهدها التاريخ خلال الفترة الماضية كانت حروبا من أجل الحدود، كانت حروبا من أجل الهيمنة والاحتكار، كانت حروبا من أجل الاقتصاد. كان الشيء الوحيد الغائب في هذه الحروب وهو أيضا هو الضحية، كان الإنسان هو ضحية هذه الحروب، وكان هو الغائب في هذه الحروب التي دفع هو يعني آلامها ودفع هو الدم. ضريبة هذه الحروب الطويلة هو دفع الأوجاع ودفع الآلام ودفع الدماء، وما زالت تدفع هذه الدماء من أجل أن يكون لها في التاريخ ويكون لها موقع تحت شمس الله، وأن يكون لها موقعها الحقيقي كأمة ديمقراطية وكتجربة ريادية ناجحة على مستوى العالم، وأن تكون ردا على كل الفلسفات وكل الأنظمة الدولتية والأنظمة القومية الضيقة، تلك التي اتصفت بالشوفينية، التي جاءت
يعني نتيجة أفكار فاشية أو نازية من الغرب، أو التي يعني تأثرت بها فلسفات الناصرية والبعث والأخوان يعني الإسلام السياسي الذي أيضا لعب بالموجة وحاول أن يؤثر على المجتمعات، أن ينتخب نخبة إسلامية متناسيا أو ناكرا وجود أديان أخرى في المجتمع في هذا النسيج المجتمعي. وتبقى فكرة الأمة الديمقراطية هي الفكرة الأنجع والأنجح لأن تحتوي كل مكونات المنطقة في مكان واحد، يخضعون لاقتصاد تشاركي ولبرلمان أو مجلس تشاوري، ويكون هناك قوات عسكرية تدافع عن حلم وعن هذا الإنجاز أيضا. يعني إضافة أنه الشعب الأمازيغي والكردي، نسيت أن أذكر هذه النقطة، المرأة في هذين المجتمعين تمتاز بقوة الشخصية وبالتميز وبقدرته على الحركة والعمل السياسي والعمل العسكري والاقتصادي ومشاركتها في المجتمع كأي رجل. وطبعا فلسفة الأمة الديمقراطية أيضا يعني هي ضد التعصب الجنسوي، وهي ضد العقلية الذكورية والهيمنة الذكورية في المنطقة، وتعتمد حرية المرأة أساسا لحرية المجتمع، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حرية للمجتمع دون مرأة حرة. فالمرأة الحرة هي أساس المشروع. وأيضا يعني يبقى أيضا موضوع الديمقراطية وموضوع التدريب وموضوع التثقيف المجتمعي. وهذا المجتمع الذي نتحدث عنه، هذا المجتمع الديمقراطي، يتكى على يعني قائمتين هما السياسة السليمة والأخلاق. هذه السياسة التي حاول الغرب عن طريق فلسفات الاستشراق أن يجعلنا مغتربين عن مجتمعاتنا وأن يجعلنا يعني نمارس أخلاق غير أخلاقنا. إنما العمل الأساسي أو عمل السياسة أو عمل الثقافي أو الفلسفة، فلسفة الأمة الديمقراطية التي نسعى إليها، هي أن نكون نمتاز بممارسة سياسة مجتمعية، سياسة شعبية، سياسة مسالمة مع الجماهير ومع الشعب، تستند إلى الأخلاق الأساسية، تلك الأخلاق التي كانت سائدة في المجتمعات قبل تأسيس الدول والممالك والمدن قبل 5000 عام. فأيضا نعود إلى مرحلة مزدهرة جدا، مرحلة قادر على الإنسان أن يعبر عن حريته وعن آماله وأن يعيش حرا دون حروب ودون خطر. وكما يعني كتب على مقبرة في هيروشيما: ناموا بهدوء، لن يحصل ذلك ثانية. علينا أن نعمل حتى ينعم أبناؤنا وأحفادنا في الأجيال القادمة بوطن مستقر، بمكان مستقر يستطيع أن يعيش فيه المسلم إلى جانب المسيحي، ويعيش الكردي إلى جانب السرياني وإلى جانب العربي، وأن يعيش الأمازيغي إلى جانب أخيه العربي. هكذا في مجتمعات يمكن أن تكون يعني مظلة عالمية، أن تكون فلسفة جديدة، أن تكون نظاما إداريا جديدا للعالم القادم، عالم يتنافى فيه الحرب، عالم يعني يسعى إلى بناء السلام وأسس الحرية والديمقراطية. هذه الأفكار طبعا كانت نابعة من فلسفة المفكر عبد الله أوجلان، هذا المفكر الذي يعني يربو على 25 عاما وهو يعني في السجون التركية، يعاني العزلة والتجريد ومنع الزيارات. هذا القائد الذي لم يكف قلمه عن الكتابة وعن التفكير من أجل حرية، ليس حرية الشعب الكردي فقط، وإنما لمجمل شعوب العالم. هو يعني مناضل أممي يكتب الحرية ويمارس الحرية رغم سجون الطغمة التركية، أنه يمارس الحرية داخل هذه السجون عبر فكره الحر. هذا الفكر الذي يسعى إلى أن يوصله إلى جميع شعوب العالم قاطبة وبكل اللغات. تحياتي لكم أيضا مرة أخرى، وعذرا على الإطالة، وسيكون أكيد لنا يعني فرصة أخرى للحديث. شكرا لكم. تمام، شكرا أستاذ عبد الوهاب. طبعا دلوقتي هننتقل للأستاذ فتحي خليفة. طبعا أستاذ فتحي من الشخصيات الأمازيغية المشهورة والمعروفة في كل العالم. طبعا كان رئيس سابق للمجلس أو للكونغرس الأمازيغي العالمي، وحاليا هو الكونغرس العالمي الأمازيغي. تمام كونغرس العالمي الأمازيغي. الأمازيغي. بالوقت الحالي الأستاذ فتحي هو رئيس حزب ليبو. طبعا أستاذ فتحي برضو يعني حابين نسمع من خبرتك ومن تجربتك، كونك يعني كنت رئيس لأهم وأكبر يعني تنظيم حقوقي واجتماعي ضم الأمازيغ من مختلف يعني الأماكن والدول. يعني حابين نسمع من خبرتك، يعني ولو تسليط ضوء على معاناة الشعب الأمازيغي، بالإضافة إلى يعني تجربة حضرتكم مع الكونغرس العالمي الأمازيغي، كما رؤيتكم طبعا لحل
القضية الأمازيغية أو يعني مجمل القضايا اللي تمت لشعوب مثل الشعوب الأمازيغية. تفضل حضرتك. أزول، وهي تعني بالأمازيغية سلام ومرحبا بكم. أنا ممتن جدا لهذه الدعوة، وممتن جدا أن ألتقي بهذه الوجوه الكريمة والشخصيات النضالية ذات التاريخ المشهود. فيه قاعدة في علوم الأركيولوجيا أو كذلك علوم التاريخ بتقول أن الجماعات البشرية التي تعيش في بيئة متشابهة، في بيئات متشابهة وتحت ظروف متشابهة، بالضرورة أن تصل ثقافتها أو أفكارها وعقليتها إلى استعمال نفس الأدوات ونفس نمط التفكير. وهذا ما أراه ينطبق تقريبا حرفيا على المجتمع الأمازيغي والمجتمع الكردي. أنا استمعت إلى كلمات بعض الإخوة مشكورين، ولمست جوهر فكر عبد الله وجلان في طرح ما يسمى بالأمة الديمقراطية أو المجتمع الديمقراطي بالمفهوم الذي ينطبق أو يراعي خصوصية هذه الشعوب. لو كنا حكينا منذ سنوات فائتة كنا سيكون أغلب حديثنا حول الجانب النضالي الحقوقي أو النضال الثقافي، لأنه لم تكن لا خبرتنا الشخصية ولا أدوات التي نمتلكها ولا الظروف تسمح بخطوة أبعد من هذا. ولكن منذ سنوات معدودة أصبح المجال أكثر اتساعا وأكثر شساعة، وهو ما فتح أعيننا على أن هناك ضرورة حقيقية لنضال سياسي حقيقي يجب أن تتبناه النخب الأمتين، النخبة الأمة الأمازيغية والأمة الكردية، لأن هناك تحولات تاريخية يجب أن تواكب بعقلية استراتيجية منفتحة. ربما طبعا لن أتطرق إلى التاريخ لأن الإخوان واضح أن عندهم فكرة جيدة جدا حول التجربة التاريخية للشعبين، ولكن نقول أن ربما احنا اكتوينا كشعبين من نيران لسعات القومجية العرقية، القومجية العربية، سواء عبر التاريخ المرحلة الإسلامية أو حتى بشكل أكثر شراسة في المئوية الأخيرة عبر الانقلابات والأنظمة القومجية العسكرية وما صاحبها من مظاهر الإسلام السياسي. بعدين تطور الأمر، أصبح هناك إرهاب سياسي وليس فقط أسلمة سياسية. تطور الأمر كذلك إلى مرحلة راهنة أن هناك أيضا صراع حول الإحادية الدولية، التكالب الدولي، والذي أصبح ينظر إلى قضايانا كأحدى أدوات الصراع وليس من منطلق الحقوقي والنضالي. فبالتالي هناك تحديات متعاقبة متوالية تزداد، كل ما تدحرجت تزداد كبرا ككرة الثلج. أنا أرى أن النضال الثقافي والحقوقي له حيز وهو رصيد مهم جدا، ولكن النضال السياسي وبالأخص في بعض المناطق سواء في شمال أفريقيا كليبيا أو مناطق الصحراء الكبرى أو مناطق الأكراد، هناك صراع مسلح، هناك صراع لبسط خارطة سياسية ووجود سياسي جديد. يجب أن ننتبه إلى هذا وأن تكون لنا كلمتنا الفصل في هذا. شخصيا زي ما قلت لكم أنا مريت بمراحل نضالية حقوقية وثقافية طويلة، ولكن في الآونة الأخيرة رأينا ضرورة أن نتقدم خطوة للأمام وأن نخوض الصراع السياسي. طبعا أنا شخصيا على اطلاع متواضع بفكر عبد الله وجلان، ولا أخفيكم يعني سرا أنني فعلا متأثر جدا بأفكار غاية في النضج ولها زي ما قلت لكم تلاؤم حقيقي مع خصوصيتنا
المنطقة. وأنا أتذكر في هذا أن في مرحلة الخمسينات كان هناك في شمال أفريقيا شخص مناضل سياسي وعسكري يدعى عبد الكريم الخطابي، أكيد سمعتوا عليه، أيضا عندما قاوم المستعمر الفرنسي والأسباني وواجه الحركات القومية العروبية في المنطقة في المغرب تحديدا، كانت أفكاره وسياساته وتكتيكاته العسكرية وصلت إلى حدود آسيا. فالنضال الحقيقي والحنكة السياسية الحقيقية للشعوب صاحبة الحق والحقانية مداها وصداها يصل إلى كل أرجاء العالم المتطلع إلى الحرية. حضرتكم سألت سؤال عابر، أنا طبعا ربما ندخل في هذا في التفاصيل، ولكن ليس هناك فرق بالمناسبة بين الطوارق والأمازيغ، لا علميا لا لغويا ولا عرقيا ولا حتى بأدوات الهوية، سواء كانت الحروف أو الأمازيغ. هي أمة شاملة، منها من يقتل الصحراء والمعروفين بالطوارق، منها من يقتل الجبال، ومنها من يقتل السواحل سواء كانت الأطلسية أو البحر المتوسط. سكان الواحات، أيضا سكان جزر الكناري، مستعمرة إسبانية لها حكم محلي. ناس اللي في هذه الحكومة المحلية يؤمنون بأنهم أمازيغ، وهم أعضاء معنا في الكونغرس العالمي الأمازيغي، ولهم يعني جمعيات ثقافية. وطبعا اللغة اختفت تقريبا شبه كلية من جزر الكناري، ولكن هناك جمعيات تدرس اللغة الأمازيغية الآن، وأصبحت هناك فئات من الشباب تتحدث الأمازيغية، بالإضافة طبعا إلى دول الساحل والصحراء من موريتانيا إلى أزواد اللي هو شمال مالي، النيجر، وشمال تشاد، شمال السودان، بوركينا فاسو. هذه كلها مناطق يقطنها الأمازيغ. إلى جينا التحليل العلمي أو الجيني، لا توجد نسبة كبيرة من الأجناس الغير شمال أفريقية والغير أمازيغية في شمال أفريقيا عموما، بل هناك إحصائيات من أطراف محايدة وليست أمازيغية كناشونال جيوغرافيك مثلا في الآونة الأخيرة، أن حوالي 60-70% من شعب مصر هم أمازيغ أو شمال أفريقيين. حوالي 90% من تونس أمازيغ، وطبعا الغالبية العظمى في الجزائر والمغرب هم أمازيغ جينيا. نحن نتحدث عن هوية الأرض، فبالتالي كل من قطن شمال أفريقيا وأكل من خيراتها وعاش في دفء ظلها وشمسها فهو بطبيعة الحال شمال أفريقي أمازيغي حقيقي بالثقافة وبالموروث. الأدلجة السياسية هي من أفسدت هذا المشهد الطبيعي الفطري. ولكن أعتقد أن لا القومية العربية أصبحت تحتضر الآن ولا يمكن لها أن تستمر، ولا كذلك الإسلام السياسي. وأعتقد أن حركات الإرهاب الإسلامي هي احتضار أو رقص مذبوح لهذه الأيديولوجية التي لم تواكب العصر، فقررت الانتحار. مع الأسف ما قررتش الانتحار بشكل فردي، هي عملية انتحارية، أي بمعنى أرادت أن تقتل نفسها وتقتل أكثر عدد ممكن من الضحايا، وأتمنى أن نكون نحن الشعبين من بين هذه الضحايا. أنا لن أطيل، شكرا جزيلا على هذه مرة ثانية على هذه الدعوة، ولي الكثير مما أقول، ولكن لنضع النقاش وهو سيثمر عن مواضيع عدة وستفتح عدة نوافذ وأبواب. شكرا جزيلا مرة ثانية. شكرا أستاذ فتحي. ننتقل للأستاذ صالح مسلم الرئيس. ثواني أحمد بعد إذنك، بس أنا عندي بس ملاحظتين صغيرين على الأستاذ عبد الوهاب، يعني تكملة بس بحيث إن الرئيس علق على موضوع الطوارق والأمازيغ، فتصحيحا للمعلومات يعني. هو اسمه يوسف تشفين، مش يوسف ابن تشفين، لأن تشفين لقب مش اسم. أوكي. طارق ابن زياد شخصية وهمية، ما فيش طارق ابن زياد، ده شخصية اختلقها العرب أصلا. بس شكرا. انتقل للأستاذ صالح مسلم، هو الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي من أهم الأحزاب في شمال وشرق سوريا. طبعا الأستاذ صالح مسلم برضو له يعني تجربة وخبرة. نتمنى يعني يقدم وجهة نظره
خاصة طبعا في تجربة يعني حية في شمال وشرق سوريا تجسد نموذج لحل القضية الكردية ورؤية يعني غالبية الشعب الكردي للحل. فتفضل سيد صالح مسلم، قدم كلمتك يعني. آه، قبل كل شيء أشكر الأستاذ أحمد والرفاق الآخرين الذين منحونا هذه الفرصة لنتكلم ونتحدث ونفتح قلوبنا. هذا أولا. ثانيا، ما أود أن أشير إليه أننا يعني هنا كشعب كردي وكمثقفين أو حتى أحزاب سياسية كردية ربما لسنا ملمين بشكل جيد بالتاريخ الأمازيغي وبواقعهم الحالي. معرفتنا هي سطحية. أنا شخصيا أحد هؤلاء الذين لديهم معرفة شخصية، وهذا تقصير من جانبنا لأننا يعني باتت كل الأبواب مفتوحة للتعمق ودراسة الواقع الموجود. ولكن حسب هذه المعلومات المتوفرة لدينا ومعرفتنا بتاريخ الشعب الكردي، نحن كشعبين يعني الآن الكل يتحدث عن الشعب الكردي وتعداده الذي يزيد عن 50 و60 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط، المنطقة الحيوية التي يتصارع عليها الجميع. وكذلك بالنسبة لشعب الأمازيغ، أعتقد أن أعدادهم يتجاوز بحكم وجودهم الغالب ابتداء من مصر إلى المغرب إلى الصحراء الغربية إلى البوليساريو، يعني جميع هذه المناطق هي مناطق أمازيغية، سواء كانوا من الإخوة الطوارق أو الإخوة الآخرين. ولكن طبعا نحن كسياسيين وجدنا تقصيرا من جانبنا لأننا إلى الآن لم نستطع أن نوحد جهودنا. فإذا نظرنا إلى التاريخ، نحن كنا ضحية الإسلام السياسي من أيام الأمويين الذين قالوا أنهم يقومون بالفتوحات، فتوجهوا أول الأمر إلى ميزوبوتاميا، منطقة الشرق الأوسط وكردستان تحديدا، واستطاعوا أن يجلبوا الشعب الكردي أو أن يضعوا الشعب الكردي في خدمتهم في فتوحاتهم التي توسعت إلى الإمبراطورية إلى الإمبراطورية العباسية أو الدولة العثمانية فيما بعد. نفس الشيء حصل لشعبنا الأمازيغي في شمال أفريقيا. الفتوحات الإسلامية أو الغزوات الإسلامية التي ظهرت وامتدت إلى شمال أفريقيا وصولا إلى الأندلس وأسبانيا، كلها استفادت من إمكانيات ومن شخصية الأمازيغ الذين قالوا أنهم محاربين أشداء متمسكين تحت يافطة الإسلام. يعني الإسلام السياسي هو الذي خضعهم. نفس الشيء وجدناه في كردستان وفي الشعب الكردي. يعني إذا الآن يتحدثون عن أن الإمبراطورية العباسية أو الدولة العباسية وصلت إلى حدود الهند، فكلهم يتحدثون عن أبا مسلم الخراساني الذي قاد هذه الحملة وهو إنسان كردي. وكذلك إذا كانوا يتحدثون عن الفتوحات الإسلامية في الأندلس وفي كذا، قادتهم كان عقبة بن نافع، أو ربما الرفيقة أشارت إلى أن طارق بن زياد هي شخصية اخترعها العرب. إذا لم يكن طارق كان غيره، لأن هؤلاء المقاتلين الذين ذهبوا وفتحوا أبواب الاستعمار أو الاستعمار السياسي، الإسلام السياسي، هم جميعا كانوا من الطوارئ، الأخوان الأمازيغ الذين كانوا موجودين في تلك المنطقة. أي أن الشعب الكردي والشعب الأمازيغي تم استخدامهم في سبيل جميع هؤلاء الذين تسلطوا على رقاب الشعوب، سواء كانت الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو فيما بعد الدولة العثمانية. يعني الآن الأتراك الآن إذا عادوا إلى تاريخهم يتحدثون عن بربرس. من كان بربرس؟ وأشهر ربما القبطان البحريين الذين سلموا الجزائر أو شمال أفريقيا إلى العثمانيين مثلا. وهكذا يعني كنا دائما تحت يافطة الإسلام أو تحت النوايا الحسنة التي كانوا
أقنعوا شعبنا بها وكنا نخدمهم، بينما هم كانوا يحتكرون السلطة والثروات وما إلى ذلك. رغما عن ذلك الآن أخونا فتحي تكلم عن نسبة الجينات وكذا. أعتقد أن هذه الجينات لو فتشوا فيها لوجدوا أن 60% اللي هي من الأمازيغ، ربما الأربعين الأخرى هي من الشعب الكردي، لأن الشعب الكردي أيضا تم طردهم من كردستان في هجرات متعاقبة من أيام صلاح الدين الأيوبي إلى الإمبراطورية أو الدولة العباسية إلى بعد ذلك إلى العثمانيين. يعني إذا كان أردوغان يتبجح يقول وجود أجدادنا الأكراد في ليبيا، فهو يتحدث عن الكرد الذين طردتهم الدولة العثمانية إلى هناك. لنعود إلى التاريخ وندقق في هذا الأمر. وكذلك أعلم أن هناك لا زالت أسماء كردية تستخدم في الجزائر على أيام العثمانية، ذهبوا إلى هناك وبقوا، يعني طردوا من كردستان لأنهم كانوا يزعجون الدولة العثمانية. ولهذا نحن فعلا شعب مختلط بين الأمازيغ وبين الكرد الذين تم طردهم على يد العثمانيين أو بفعل الفتوحات الإسلامية والغزوات الإسلامية دعنا نسميها، هاجروا إلى شمال أفريقيا وبقوا هناك. يعني حتى ناهيك عن الواقع الذي نراه على الأرض، الجينات أيضا اختلطت. فنحن طبعا لسنا ندقق في هذه الأمور، لندعها لأهل الاختصاص اللي يدققوا في الأمر. ولكن الذي يهمنا الآن نحن كشعب كردي وكسياسيين لدينا مؤسساتنا سواء في أوروبا أو على الصعيد السياسي، على الصعيد الدبلوماسي، وكذلك الأخوة الأمازيغ لديهم ما لديهم من مؤتمرات، من اللوبي، من كذا من كذا، موجودين في أوروبا وكل الأماكن. فنحن ربما المطلوب منا سواء كان الشعب الكردي أو الشعب الأمازيغي أن نحاول استعادة ما فقدناه، أن نستعيد عن الماضي الذي فقدناه بالتآزر، بالتعارف، بالتعاضد، بالمعرفة المشتركة، بالأمور التي تجمعنا. فعلا نحن قادرون، يعني الكرد ربما باستطاعتهم أن يغيروا الشرق الأوسط، وكذلك الأمازيغ بقدرتهم أن يغيروا الشمال الأفريقي. يعني كردستان الآن مقسمة بين 4 دول قومية التي هي العراق وإيران وتركيا وسوريا. الأمازيغ منقسمون بين ليبيا ابتداء من مصر إلى ليبيا إلى تونس إلى الجزائر إلى المغرب، هم أيضا مقسمون. وهذا التقسيم بحد ذاته يفتح المجال أمام احتكارات السلطة والثروة الذين تسلطوا على رقاب الشعوب يعني. وخاصة نحن لدينا طبعا أفكار جديدة مثل ما أشار بعض الرفاق. هناك أفكار جديدة التي نحن نسميها بالأمة الديمقراطية، أخوة الشعوب، للتخلص من هذه الاحتكارات التي تتسلط على رقابنا، احتكارات السلطة والثروة، يجعلوننا خدما لديهم مثل ما فعلوا بنا عبر التاريخ إلى الآن. ولهذا أعتقد أن التكاتف والتعاضد بين الشعب الكردي والشعب الأمازيغ هي ضرورة لا بد منها، أن نستفيد من تجارب بعضنا البعض، أن ندرس سوية ما هو ما يمكن ما يعوضنا على الذي فقدناه إلى الآن. ونحن سنكون أقوياء بمدى تقاربنا وبمدى تبنينا لقضايانا لبعضنا البعض. مرة أخرى أشكر طبعا الرفاق الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة، وأتمنى طبعا أن تتم هذه اللقاءات ليس عبر الزوم أو العالم الافتراضي، وإنما أن تكون هناك زيارات متبادلة، وأن يكون هناك لقاءات في الخارج أو في الداخل بين مؤسساتنا وبين التي تعمل في المجال السياسي والدبلوماسي. نحن كحزب الاتحاد الديمقراطي لدينا مكاتب في أوروبا، لدينا مكاتب في كذا، ونستطيع التواصل، يعني التواصل موجود، ولكن يجب أن تتوفر النوايا والمساعدة الصادقة بين الطرفين للقيام بشيء مشترك ما لنعوض عما فاتنا إلى الآن. مرة أخرى أشكركم، وأتمنى أن
يأتيني الدور مرة أخرى لنعبر عن أفكارنا، وشكرا. تمام، شكرا أستاذ صالح. أستاذ مجدي بوهنا، إذا حضرتك سامعني يعني عشان تقدم مداخلتك. أستاذ مجدي. نعم طبعا. أستاذ مجدي، تفضل. احتمال أنا يعني ما لفظتش اسمك بشكل صح، فبعتذر منك. فيك يعني تقول اسمك وتقدم مداخلتك. تفضل. طبعا الاسم صحيح، يعني مجدي الصوت أنا مش سامعة حاجة. حضرتك بداية تحية طيبة لإخوتي. الصوت مو واضح. الصوت مش واضح. أستاذ مجدي بداية تفضل. يعني تحية طيبة لإخوتي. نعم. هل الصوت واضح توا؟ يعني مقبول. هل الصوت حاليا واضح؟ سامعة. الصوت واضح؟ جيد. تمام. في البداية حبيت أن نوجه تحية لإخوتي حضور أستاذ مجدي صوتك واضح. العريقتين الحقيقة، الحرية والمجازية، والشكر له. أنا حقيقة لقاء تاريخي يعني. أستاذ مجدي سامعني؟ نسمع فيك أنا بشكل جيد. دلوقتي تمام، بس ما تغيرش يعني مكانك أو تليفونك. دلوقتي تمام، أحكي أو تفضل. جيد. فأنا الحقيقة أن قلت أن هذا اللقاء يعتبر أنا نشح فيه أو أراه أنه مهم جدا، يعني حقيقة خطوة في الاتجاه الصحيح في اتجاه الصوت راح تاني. أستاذ مجدي، أنا عارف. طلعات شعوب العظيمتين اللي هم الكردية الإقصاء والتهليس العمل منذ. لو هل فيه إشكالية في الصوت ما زال؟ كمل دلوقتي تمام. بيروح ويجي، الصوت بيروح ويجي. جيد. فاحنا كأمتين يعني عريقتين تم منذ فترات تاريخية كما تفضل الإخوة اللي تحدثوا قبلي، فترات طويلة جدا على طمس هوياتنا وثقافاتنا فبالتالي مثل هذه اللقاءات أعتقد أنها مهمة جدا. فالحقيقة نشكر القائمين عليها، وكذلك نشكر أكاديمية عبد الله وجلان للعلوم على هذا العمل. نحن في حقيقة الأمر نتطلع إلى عمل مشترك على كل المستويات من أجل قضايانا العادلة، قضايا شعوبنا العادلة. هناك الكثير من القضايا المشتركة اللي هي تحتاج منا إلى بناء علاقات قوية لمواجهة التحديات مع بعضنا البعض. فكما تعلمون وكما أشار بعض الإخوة أن هناك تشابه في المشاكل التي تواجهنا وفي الوضع السياسي والديمغرافي اللي نعيشه في مناطقنا أو في مناطق تواجدنا، وكذلك التحديات والأعداء الذين نواجههم سويا. يعني فالحقيقة هناك الكثير من العوامل المشتركة اللي تجعلنا نعمل على بناء آليات شغل مشتركة حقيقة يعني. فلدينا أيضا تاريخ مشترك في بعض محطاته كما أشار بعض المتداخلين، كما أن لدينا أيضا قواسم في الجانب الثقافي مشتركة، خاصة ما يتعلق بحضور عنصر المرأة في
وهو يعني عنصر في مجتمعاتنا مهم جدا وأساسي أيضا وفاعل في المجتمع في كل يعني يعني الأعمال. فبالتالي يعني الحقيقة أنا أؤكد على كلام الإخوة في ما يتعلق بوضع آليات عمل مشتركة، وكذلك تبادل زيارات لغرض التعارف بداية، وبعد ذلك يتم وضع آليات عمل مشترك سواء كان في المجال السياسي أو في المجال الثقافي، لأن المعاناة كبيرة جدا. نحن في الأمة الأمازيغية، أنا الآن يعني أتحدث من ليبيا. طبعا هناك الكثير من المشاكل المتعلقة بالجانب الحقوقي، الجانب الهوياتي. هناك ظلم كبير جدا واقع على شعبنا فيما يتعلق بتاريخه، فيما يتعلق بهويته، فيما يتعلق بلغته، فيما يتعلق بترسيم حقوقه دسترتها. أيضا نعاني في مشاكل في بعض المناطق الأخرى اللي يعيش فيها الأمازيغ، فيها حروب حاليا الفترة الحالية. مناطق الصحراء الكبرى في شمال مالي، منطقة أزواد، وكذلك في النيجر، والكثير من المشاكل الحقيقة اللي تحتاج إلى فعلا كما أشار الأخ من الحزب، طبعا في حاجه الى عمل سياسي مشترك، يعني في حاجه الى الاستفاده من تجربه بعضنا البعض في ما يتعلق بالتعاطي مع الامور السياسيه، وكذلك ما يتعلق حتى بالامور الثقافيه واليات العمل الحقوقي وكذا. فبالتالي انا اعتقد ان من المهم جدا ان نعمل على وضع اليات عمل مشترك في الفترات القادمه، يبدأ بتبادل الزيارات، ثم بعد ذلك يأتي العمل على بناء تنسيقيات عمل على كافة الأصعدة، سواء كان يتعلق بالأمر بالجانب السياسي أو الجانب الحقوقي، وكذلك حتى فيما يتعلق بوسائل النضال الأخرى اللي هي نحن في حاجة إليها كلها. فأعتقد أن يعني مش حنطول عليكم، لأنني اعتبرت أن اللقاء هذا لقاء الحقيقة أنا فرحان جدا باللقاء هذا، وأعتبره فرصة تاريخية. يعني كنت يعني كانت في حلمي يعني طوال حياتنا. فدائما عندما نسمع أو نقرأ عن الأمة الكردية أو عن الشعب الكردي، نشعر بأن هناك روابط يعني تشدنا إلى الأكراد، باعتبارنا احنا وياهم يعني فيه قواسم مشتركة، في قضايا فعلا متشابهة، في مشاكل متماثلة. فيجب فعلا المرحلة التاريخية اللي احنا اليوم نعيشها، اللي أتيحت لنا الآن التواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، هذه تعتبر في فترات تاريخية سابقة عشناها في ظل الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة التعسفية اللي عرفتها مناطقنا، كانت يعني شبه مستحيل. ولكن اليوم ها هو نحن اليوم في تواصل يعني مباشر، وفي حديث، في تبادل الآراء، وهذا يجب استغلاله الحقيقة. نحن حتى على مستوى الأمازيغ يعني هناك الكثير من التقاطع نتيجة الظروف السياسية وظروف الآن. الأخت يعني الأخت أمال من مصر، من الأمازيغ طبعا. أماني. أماني طبعا، أماني مشاحي طبعا. أنا على يعني دائما يعني أتابعها، لكن لم نلتقي فعلا في نفس الأمة، يعني نفس القضايا، نفس المشكلة، نفس المعاناة، يعني ناهيك عن الشعوب الأخرى مثل زي الأكراد. فبالتالي يعني هذا كان ناتج عن ظروف سياسية، وظروف أيضا الكثير من الظروف يعني اللي اجتمعت باش هي تخلق حواجز بيننا. يجب العمل على كسر هذه الحواجز، التواصل فيما بيناتنا. كما اسلفت يعني
لم أستحضر الكثير من يعني الكلام فيه يجب أن ننطلق منه إلى التفكير في العمل المشترك في المستقبل. فتحياتي لكم، تحية لكل الإخوة الحضور، وشكرا. شكرا استاذ مجدي. طبعا انا عارف يعني برضو حكي حضرتك اشرت الى اقليم ازواد، وهو من الاقاليم طبعا الامازيغيه اللي هي السنوات الاخيره طبعا حسب معرفتنا بيتعرض لحرب شامله من قبل طبعا قوات مالي. وانا يعني حاولت بالفترات الأخيرة يعني أعرف حقيقة ما يحصل في شمال مالي للأمازيغ هناك، وفعلا يعني في حرب عليهم يشبه إلى حد كبير ما تقوم به تركيا في سوريا وفي الأماكن الأخرى يعني. شكرا لك أستاذ مجدي مرة أخرى. بنتقل لأستاذ كاميران برواري، وهو عضو أكاديمية عبد الله وجلان، أو عضو يعني أكاديمية علوم اجتماعية القائد وجلان، وأيضا كان هو عضو مؤتمر الوطني الكردستاني. يعني هو شبيه بالكونغرس الامازيغي العالمي او الكونغرس العالمي الامازيغي يعني. استاذ كاميران تفضل. استاذ كاميران بس افتح الصوت. دكتور كاميران افتح الصوت بس. Dankte. تمام تفضل. زور سپاس، شكرا. سلاو بو سروك آبو الزينداني. عندي مشروع كونكريتي طبعا، يعني اسوي الحل لهذه القضيه. يعني هذه الفقره الاخيره من موضوع الحل للقضيه الكرديه والامازيغيه والدول الاخرى. عندي مشروع كونكريتي صغير متكامل له 3 أسماء. يمكن أقول لك. أولا يمكن نقول هذا المشروع خارطة الطريق لمشروع الحل الاستراتيجي للنظام السياسي والإداري في العراق والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول أخرى، أو دولة المواطنة والأمة الديمقراطية، الحلول والمشاريع المقترحة لاستراتيجية المنطقة، أو حاجة العراق والشرق الأوسط إلى نظام سياسي إداري جديد. طبعا بس تبدل اسم الدولة يكون هذا المشروع متكامل لدولة أخرى، مثلا لسوريا أو العراق أو تركيا أو إيران أو مالي أو الجزائر أو المغرب أو الدول. سأقدم موجز لهذه المشروع. حاجة العراق والشرق الأوسط إلى نظام سياسي إداري جديد. إن مشاكل الشرق الأوسط بوجه عام الشرق بوجه عام والشرق الأوسط على نحو الخاص هي مشاكل مزمنة وعميقة واستراتيجية. فلم تنعم هذه المنطقة وشعوبها بالأمن والاستقرار قبل وبعد ظهور الإسلام، ولا سيما بعد غزو الأتراك المغول. فعلى سبيل المثال لم ترى الشعوب والمكونات المختلفة القاطنة في هذه المنطقة الأمن والأمان منذ قرون. ولهذا السبب نقدم خارطة الطريق هذه للعراق وجنوب كردستان، ونعرض فيها عددا من الحلول المنطقية والواقعية تكون لصالح الدول وشعوب أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ثمة 4 طرق لحل مشكلات الشرق الأوسط في هذا المشروع. ثمة 4 طرق لحل مشكلات الشرق الأوسط في هذا الوضع الراهن، كي نتمكن بطريقة ما تغيير النظام السياسي والإداري بصورة جذرية، ونضع حدا أو نهاية للأزمات والصراعات والخلافات والحروب التي تعاني من ويلاتها هذه الشعوب. وهذه الطرق والاقتراحات هي: أولا، إقامة شرق الأوسط كبير متماسك
على أساس كونفدرالية ديمقراطية تضم إيران والعراق وسوريا وتركيا وكردستان ولبنان وفلسطين وإسرائيل والأردن والسعودية واليمن والكويت والإمارات العربية. ثانيا، تطبيق نظام كونفدرالي ديمقراطي بين العراق وإيران وسوريا وتركيا وكردستان على أساس ديمقراطي وحضاري معاصر. ثالثا، تطبيق نظام كونفدرالي ديمقراطي في سوريا وتركيا والعراق وإيران شريطة نيل جميع الشعوب والقوميات حقوقها بناء على هذا المشروع الذي وضع على أسس ديمقراطي. رابعا، إذا ما جرى بحث هذه البنود الثلاثة معا ينبغي أن تصبح كردستان بجغرافيتها القديمة والوسطى بلدا كونفدراليا ديمقراطيا بشكل واقعي وحقيقي، وأن تتمتع جميع الشعوب والقوميات والأديان والمذاهب والثقافات المختلفة فيها بحقوقها القومية والوطنية والإنسانية والديمقراطية والثقافية، وأن يتم وضع نهاية لجميع المجازر التي كانت ترتكب تحت شعارات مختلفة بحق الناس في كردستان. طبعا يكون هذا المشروع، هذه النقاط طبعا بالنسبة لتونس والجزائر والمغرب والدول الأخرى نفس التطبيق. إذن سيكون من الممكن أن تستفيد جميع الشعوب والقوميات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يعيش في هذه المناطق الجغرافيا الممتدة من بحر الأبيض المتوسط وحتى بحر القزوين والخليج وحدود كردستان القديمة والمعاصرة. في الوقت ذاته يتم وضع حد نهائي لمختلف أشكال الإبادة الجماعية أو الجينوسايد التي تمارس ضد هذه الشعوب منذ 2000 عام، ولا تزال تمارس هذه الإبادة الجماعية تحت شعار الأمن القومي، المصالح الوطنية، سيادة القانون، سيادة الشعب والبلاد، وحماية المنجزات الوطنية. وما ننشده هو ألا تراق دماء الناس الأبرياء بعد اليوم في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هسه أقدم نموذج بسيط للعراق. العراق وجنوب كردستان مثلا، تأسست الدولة العراقية في 1921 لكن لم يكن بوسع النظام الملكي من 21 إلى 58، ولا نظام الجمهوري من 58 إلى 2003، ولا نظام الفيدرالي من 2003 حتى الآن. حل مشاكل العراق وكردستان وإرساء أسس السلام والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة إلى آخره في ربوع العراق. وظلت مشاكل العراق وكردستان طيلة 100 عام معلقة دون حل يذكر. ويمكن لنا تحديد مشاكل العراق الرئيسية منذ بداية قيام النظام الملكي في 1921 حتى اليوم على نحو التالي: أولا، غياب نظام سياسي إداري ديمقراطي. ثانيا، غياب عقلية سياسية دينية قومية وطنية ديمقراطية. ثالثا، غياب دستور وقوانين ديمقراطية. رابعا، غياب أحزاب سياسية ديمقراطية. خامسا، ارتباط غالبية حكومات العراقية وتبعياتها للقوى الخارجية سواء كانت الدول أقليمية أو دولية. وغياب القرار السياسي المستقل في العراق وكردستان والدول الأخرى. سادسا، غياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية والدينية، وغياب الأمن والاستقرار وتقوية عقلية التعصب القومي الديني والمذهبي خاصة العروبة.
سابعا كان قيام العراق من قوميتين مختلفتين ولادة الجمهورية العراقية بعملية قيصرية وبأيدي قوى أجنبية وحسب مصالحها الاستراتيجية، وبالنتيجة فإن تلك الدولة التي تأسست قبل 100 عام باسم العراق قد أصبحت وبالا على العراقيين جميعا، ولهذا السبب فإن وضع حد نهائي للسيطرة والتدخل الخارجي أفضل حل، مما يعني أن مصير العراق والعراقيين ومستقبلها بكل شعوبه وقومياته يكون بيد الشعب العراقي وبإرادة جماهير العراق وكردستان بوجه عام. وهذا يعني أن وضع النظام السياسي الإداري في العراق وعلى أساس الكونفدرالية الديمقراطية هو حل من أكثر الحلول العقلانية اليوم وملائمة، ذلك أن الشعب العراقي بكرده وعربه وأقلياته القومية والدينية الأخرى بحاجة إلى نظام سياسي جديد عصري وقانون ديمقراطي. ينبغي أن يتخلص الشعب في العراق وكردستان بصورة نهائية من هذه المفاهيم الفاشية القديمة الرجعية، وهي قائد الضرورة، حزب القائد، أمة ذات رسالة خالدة، دولة القومية، علم واحد، لغة واحدة، دين واحد، الدولة المركزية القومية، الاقتصاد المركزي، الأغلبية البرلمانية، ومحاصصة الدولة. خلقت جميع هذه المفاهيم أجواء إقصائية فاشية ولم تثمر عن شيء طيلة 100 عام، وهذه الأسس التي قامت عليها الدولة القومية وهذه المفاهيم كانت سببا لإراقة الدماء الملايين من العراقيين كردا وعربا. وهنا يبدو أنه لا بد من وضع حد لتلك الأجواء التي انتعشت فيها هذه المفاهيم، وينبغي وقف التدخل الخارجي وإقامة العلاقات مع قوى الخارجية على أساس جديد ومتوازن ومتكافئ يكون لصالح الطرفين، ولا بد من أن يكون الجماهير العراقية حرة ولا يكون جماهير العراق حرة وتنظم نفسها وتتمتع باليقظة السياسية. فالعراق بحاجة إلى نظام سياسي ديمقراطي ثوري وجماهيري، وتصبح جماهير صاحبة الإرادة والسلطة العليا، وعلى العراقيين جميعا احترام حق وحرية بعضهم لبعض على أساس الحياة المشتركة الحرة والديمقراطية، وإقامة وحدة اختيارية بناء على نظام سياسي ديمقراطي جديد. كما أن الأحزاب السياسية جلبت المصائب للعراق وللعراقيين، فهذه الأحزاب حلت محل الحكومة والدولة وأصبحت هي السلطة وصاحب القرار، وتفرض أجندتها على الدستور والقوانين والمؤسسات في الدولة. وينبغي من الآن فصاعدا منح الحرية السياسية والإدارية لجميع مكونات الشعب العراقي، وإن تتمتع بحياة مستقرة وكريمة. وما نشهده الآن في العراق وكردستان هو صراع سياسي ديني مذهبي إثني عسكري ثقافي عشائري حزبي عائلي، وهذا كله يشكل خطرا على مستقبل العراق برمته. إن الناس في العراق بوجه عام لا يشاركون في القرار السياسي وفي تحديد مصيرهم. تتعرض سيادة العراق وجنوب كردستان للخطر والتهديد، كما إن عدمت الثقة بين الشعب والسلطة. وفي مثل هذه الوضع لابد من بديل معاصر وطني ديمقراطي، ونرى أن المرحلة التي حلت في العراق بعد 2003 هي مرحلة جديدة لتاريخ دموي تتمثل في فرض مفاهيم ونماذج مثل الدولة القومية، الدولة الدينية، الدولة المذهبية،
ونرى أن الأمة الديمقراطية هي البديل الوحيد لهذه كل هذه المشاكل. وعلى العراقيين وضع حد لهذا الوضع المزري الذي ساد قرنا من الزمن. لقد كان هذا الوضع مصطنعا وليس وضعا قدريا. العراقيون لديهم ما يكفي من القوة لحل هذه المعضلة وتتغير الوضع، لا ينبغي لنا أن ننتظر حلولا سحريا، بل علينا إعادة الأمل إلى العراقيين لأجل بناء مستقبل مشرق. والأمر يحتاج إلى نهضة عصرية وثورية. أن يتعين علينا جميعا أن نقوم بواجبنا أمام الناس في كردستان والعراق، وعلينا تحمل مسؤولية إنسانية وأخلاقية ودينية وطنية وديمقراطية. إذا كان أكو مجال أتمم بعض الفقرات، إذا كان ماكو مجال خلص منها. والله شكرا لك دكتور كاميران. يعني احنا بعد اذنك كان عندي ملاحظات، ممكن؟ تفضلي استاذ اماني. ممكن؟ تفضلي. هو واضح ان حضرتك اكاديمي مش حقوقي، لان المشروع هو حلو قوي 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 بس على الورق بس، لكن مستحيل ابدا تطبيقه على ارض الواقع. انت بتتكلم في دوله شرق اوسطيه فيها اعراق كتير، لكن انت برضو ما عملتش حساب ان زي ما انت عندك مشروع، الدول اللي انت عايز تضمها دي كمان عندها مشاريع. يعني ايران عندها مشروع احياء الامبراطوريه الفارسيه، تركيا عندها مشروع احياء الامبراطوريه العثمانيه، اسرائيل عندها مشروع. ما عملتش حساب ان العرب وجودهم في اي دوله بيشكل ازعاج ويشكل عنصر هدم للدوله. يعني اذا عملت دوله شرق اوسطيه دخلت فيها عرب الجزيره العربيه، اول حاجه يعملوها هيحاولوا يقفزوا على الحكم باي طريقه، فهتتحول الدول العربيه الديكتاتوريات الصغنونه دي كلها لدوله شرق اوسطيه ديكتاتوريه، فتتحول كارثه على كوكب الارض. يعني قنبله هتنفجر في كوكب الارض كده. دي حاجه يعني. انت كمان ما عملتش حساب هل القوى الخارجيه العالم هيسمح بهذه الدوله ولا لا؟ مستحيل. روسيا، امريكا، الصين مش هيسمحوا بحاجه زي دي اطلاقا اطلاقا اطلاقا. انا مش بحبطك يعني، بس دي الحقيقه. شكرا استاذ اماني. لا طبعا ضل عنا يعني مداخلتين هنسمعهم للاستاذ محمد شيخو والسيده ليلى صاروخان، وطبعا وبعد المداخلتين في عنا خبير بالشأن الامازيغي والكردي الدكتور طه علي. طبعا هنسمع بس اگر یک نقطه بید ام نکه برای 5 دقیقه جرمامو من امر خودیکر و نکه چونه سر زیارت اگر رخصت بید از بچم اجبرکو جرمام زیاتر نزیکتر نینه دخوازه لیبورینیت که بری 6-7 دقیقه از آگهدار کن خواسته و این عاشی بو نکه امر خودیکر اگر توش پیش مو او رخصتش حوالا بخوازی و دخوازه لیبورینیت کن. تمام سپاس. رحمه خدا لبه ما سرساقید خاطر رحمه خدا لبه. ممنونم سپاس سر لیبورینت کم طبعا از دامینم جدا بحث کم و دا مناقشه کن چون که پروژه عرب قبول کن، یعنی مدیا جوابای حوالی بدم عرب قبول کن جبرکو پروژه که سر شواز روشابای کردستان عطیت چکرنه شوال ویری واقعا که بو عراق جدرسته بو سوریه جی بو شمال افریقیا جدرسته والقال عرب اجمع مناقشه كرنا الاردن اجمع مؤتمر اكثر في بروجي كريال بغداد جمع كريال تمام حسكت باشا من سر اخري باشا سلام رئيس المهنه هالصاغمن سباس سر تصاوب بالرحمه خذ اللي ممنون مصطفى صالح زمن سباس تاتيت كان سباس بمان الله. طبعا دكتور كاميران صار عنده حالة وفاة، لذلك هو طلب الإذن إنه يغادر يعني، فاعتذر للمغادرة يعني، لكن قبل 5 دقائق صار عنده حالة وفاة ولذلك اضطر يغادر اللقاء يعني. طبعا أنا قلت ضل عنا يعني متحدثين رسميين أو متحدثين يعني أستاذ محمد شيخ وأستاذ ليلى صاروخان، لكن بعديها حنسمع رأي المختص في شأن سياسات الهوية
والشرق الأوسط الدكتور طه كرأي أكاديمي وعلمي. لكن دكتور طه برضو بنعتذر منك، يعني خليناك تستنى كل هالوقت حنخليك تستنى برضو مداخلتين يعني. لا، ده أنا اللي بشكركم جميعا لأنكم بتتيحوا لي الفرصة أستزيد بالآراء المتنوعة والعميقة، بداية من أختنا الفاضلة الجميلة الأستاذة أماني، وصولا للأخ اللي بننقل ليه كل تعازينا على هذا الحادث الذي قال به يعني. فتحياتي لكم جميعا. تمام. طبعا هنسمع تعليقك بعد المداخلتين. سيد محمد شيخو السياسي الكردي، تفضل لقاء كلمتك يعني. بداية تحياتي للجميع، ويسعدني أكون موجود مع أساتذة المحترمين ووجوه طيبة. طبعا احنا عم نحكي قضايا مهمة، قضايا شعوب، شعب أمازيغي، شعب كردي، قضايا إنسانية. طبعا قبل ما نحن نتطرق بالقضايا المتماثلة بين شعبين، في مواضيع الرفاق تطرقوا عليها، أنا ما أحب أتطرق عليها، لكن أحب أعطي فكرتي على هالمواضيع اللي هي كلش مهمة بالنسبة للإنسان. نحن اليوم بمواجهة الحرب العالمية الثالثة، والقضايا اليوم اللي احنا نتحدث بها قضايا عمرها طبعا بلكي آلاف السنين، لكن احنا نتحدث عن 100 سنة النظام العالمي الجديد بالحرب العالمية الأولى اللي صارت. يوم اللي نشوف تشابه بالقضايا، الإنكار والمعاناة بين الشعبين الكردي والأمازيغي، لابد أنه نتحدث ونتطرق ونكون بعمق التفكير النظام العالمي اللي صارت بداية الحرب العالمية الأولى، اتفاقيات صارت بعد انهيار الإمبراطوريات، المشروع الإنكار بالمسميات الجديدة صارت. أنا برأيي هذه مؤامرة كبيرة، مؤامرة على شعوب النظام العالمي. بداية طبعا يتأسس كفكرة، هي الفكرة الرأسمالية، تعطي مشروع الحداثة الرأسمالية اللي هي أساس تنتبه على الربح، ما ينتبه على المسائل الثقافية، المسائل الإنسانية، مسائل الأخلاق، المسائل اللي احنا اليوم مع الحضور الكريم نتحدث. ما بالك الشهداء والضحايا اللي نحن نعرفهم، اللي مجهولين. بهالمناسبة ننحني إجلالا وإكراما للشهداء كل الشعوب، والشهداء الأمازيغ والكردستان، الشعب الكردي 100 سنة وراء الفكر المشروع، وراء المؤامرة الكبيرة اللي تأسست بمسميات القومية، المسميات اللي بتجي هيش دان أحشي الحلوة على أذاننا على روحنا، مع الأسف اللي تشبع جهاتنا العنصرية. كثير شعوب صارت الضحايا بهالمشروع. الحرب العالمية الثانية رادت تكملها على هالتوسع، على هالسياسة، على سياسة التفرق والتسد. اليوم نحن نتحدث على مشروع أمة ديمقراطية اللي هي حل البديل، ونتحدث عن مؤامرة الكبرى على قائد عبد الله وجلان. بالرأي المؤامرة اللي طبعا أسميها مؤامرة الحرب العالمية الأولى، اليوم تريد تكمل نفسها بهالمؤامرة اللي صارت على سيد عبد الله وجلان. تجي بالتقسيمات، تجي بالإنكار، تجي بكثير القضايا اللي تحرم البشر. اليوم عندك
سوريا، عراق، ليبيا، اكو هواية ناس مشردين محرومين من كل حقوقهم، والمستفيد مع الأسف اللي هي الدول الإمبريالية. النقطة الثانية أحب أتطرق عليها، أكو هواية الدول الرأسمالية طبعا يعني نتحدث عنهم، والدول يعني الدول العالمية والدول الإقليمية أكو هواية تحالفات يصير مثلا الحرب العالمية على عدة تحالفات، بعدها حرب عالمية ثانية على عدة تحالفات، وبعد الحرب العالمية أكو تحالفات عسكرية، يعني شيء ناتو، شيء وارشو، شيء يعني تحالفات. لكن مع الأسف شيء اللي أريد أتحدث عنه، أكو تحالفات على التقسيمات، على الربح، على الرأسمالية، يعني بهالشكل واحد يسميها. لكن على التحالفات الشعوب، على القضايا الإنسانية، القضايا الحرية، حرية الثقافات، حرية الاجتماعات، مع الأسف هذه مو موجودة. وإحنا بهالجلسة هذه، بهالحوار اللي حوار جدا مهم، يكون بداية للتحالفات، لابد من كل القوى المظلومة اللي اليوم تنادي بالحرية يكون يشد ايد بايد على القضايا الإنسانية. اليوم نريد ندخل بالتفاصيل، طبعا تفاصيل جدا جدا مأساتي. شعب كردي 50 مليون انقسم بين 4 دول، شعب أمازيغي العفو يعني كذا مليون، نفس الشيء انقسم. الشعب الكردي كل دولة، بتركيا، بعراق، بإيران، بسوريا، يعني السياسات الإنكار يمشي على كل شيء، عندهم تناقضات، بس على القضية الكردية، إنكار القضية الكردية أكو اتفاق. واليوم الشيء احنا نشاهد الوضع الحالي بسياسة بناء الشرق الأوسط الجديدة، نفس الشيء احنا نشوف، نفس الشيء على الشعب الأمازيغي اليوم نشوف. لكن الشيء اللي يلفت النظر يعني المحطات الإنسانية اللي شهدت بناء الحضارات، بناء الثقافات، بناء الإنسانية. خلينا نقول محطة أفريقيا، محطة الشرق الأوسط اللي اليوم احنا نتحدث مركزها الأمازيغ وعدة القوميات الأخرى، ومركزها الشرق الأوسط اللي هي كردستان، اللي هي كمان عدة القوميات الأخرى. طيب يعني سؤالي واردني، ليش هالقوميات بالتحديد، يعني بالتحديد محرومين من كل حقوقهم؟ طبعا يعني ممكن أساتذة يكون لهم جواب، لكن أنا الشيء الجواب اللي يطلع معي، بداية الإنسانية هي بداية زرع الأخلاق، إنشاء بناء الإنسانية. اليوم الحداثة الرأسمالية ما تريد هالشيء هذه. لأجل هذا نشوف أنه الشعب الكردي والشعب الأمازيغي معرضين حتى أساميهم يذكروا على أولادهم. عندك بتركيا أكو اتفاقية إصلاح شرقي، إصلاح شرقي بعد تأسيس الدولة التركية وبعد قضاء على انتفاضة الشيخ سعيد البيراني. إصلاح شرقي مضمون هذا هو إصلاح، يعني يغير، يمحي ذاكرتك السياسية، ذاكرتك الثقافية، يغير التغيير الديموغرافي. اليوم الهجرات اللي احنا نشوف نتيجة هاي الإصلاح، وبعدها يجي تكرار وتعدد الضربات العسكرية وسياسة الإنكار ولا زال موجود. فهل السياسة نفس السياسة
طبعا الأساتذة بلكي ما دخلوا بالتفرعات. نفس الشيء يمارس على الشعب الأمازيغي. سياسة الفرق والتسوية مع الأسف لا زال موجودة، ونحن شعوب بدون قصد بدون معرفة. إذا إحنا اليوم ماكو عندنا اتفاق، ماكو عندنا لقاءات، إحنا ما نعرف القومية الثانية أو الشعب الثاني إيش يعاني. فهذا يعني برأيي طبعا إحنا متأثرين بهالثقافة هذه. من جهة نقدية يعني كإنسان سياسي وكإنسان كردي وأعاني أنا أنقد نفسي. احنا لازم كل شيء متعلق بالحداثة الرأسمالية، كل شيء متعلق بالسياسة بناء المشروع الدولة قومية، بناء المشروع الفرق وتسد، احنا نكون ضدها. والشيء اللي احنا نبني طبعا اكو اقتراحات اجت يكون بين الشعبين، حتى لو بداية متأخرة لكن بداية جميلة. حوارات، لقاءات، اكو يعني ندوات، حتى كونفرنسات بين الشعبين لاجل تثقيف الطرفين وبناء الروح المشترك من جميع النواحي ماديا معنويا. ولن نقدر احنا يعني يكون بداية الخطوات التحالف الجبهات الشعوب المظلومة. الشعوب الآن قلتها محطتين، محطة إفريقيا ومحطة الشرق الأوسط اللي هي كردستان، جدا جدا مهمة. بنيت فيها ثقافات، بنيت فيها أديان، بنيت فيها حافظة الإنسان. فاليوم الحداثة الرأسمالية اللي معتمدة على الكار، على الربح، ما تريد الأخلاق، ما تريد الجسم التكويني اللي هي الأساس الإنسان، ما تريدها بكل شتى أنواع تحاربها، حتى بأصغر تفاصيلها تحاربها. فهي يكون بداية جميلة، بداية احنا نعمل خطوة. اكو ارضيه، اكو فكر. اليوم سيد عبد الله وجلان 25 سنه بالسجن، اكو تجريد، انعزال جدا جدا، يعني ما حتى الصوت ما يصل، الخبر ما يصل. 3 سنين وشهر ماكو خبر. لكن حتى فكر أمة ديمقراطية، الإنسان، كل المكونات، كل الشعوب يقدر يعدي هالحدود اللي صارت، الحدود الوهمية، الحدود اللي انفرضت على الشعوب. يعني إجدان احنا نقول السجون عملوها. بهالفكرة هذا فكرة أمة ديمقراطية، كونفدرالية ديمقراطية، هي مشروع للجميع شعوب وطرح الحل البديل للرأسمالية، يعني النظام الرأسمالي، الحداثة الرأسمالية. تعمق بهالفكر، وروحيا ماديا معنويا تعمق بهالفكر هذا اللي يخلي احنا نقدر نملك طاقة أفضل، طاقة إيجابية، طاقة اللي احنا نحس بعضنا، نقدر نتكاتف بجميع أنواع، بجميع تفاصيل، وتحضير الآليات العمل. يعني شو ما كانت الشيء انه يصير تواصل ويصير تقدم ويؤدي للحريه. يعني مو بس احنا نقول شكليا او يعني بس عملنا شيء محاضره، عملنا لقاءات وخلصت، لا، هاي يكون توجيهها وتوجيه حريه، يعني يهدف للحريه الشعوب. الشعوب قصدك نحط خطة عمل مشتركة. نعم، وضع خطة عمل مشتركة. نعم، نعم. أو أنا شخصيا أثق يعني إيماني كلش بها جدا، يعني الإيمان بها. شعوب المظلومة يوم اللي يتوحد بكل أنواعها يقدر اليوم أكو النظام العالمي سلاح الفتاك بيدهم. فالروح هذه أكبر من قنبلة نووية إذا توحدت. ونحن ما نقول إذا توحدت، يعني لازم يتوجب. يعني احنا اليوم بوقت الحرب العالمية الثالثة، نقول صراعات كل يوم، يعني كل الدول على التقسيمات. فإذا رادوا قسموا كل شيء خلص، احنا بقينا رح نعاني أكثر من 100 سنة اللي احنا عانينا، ما بالك كيف رح نعاني يعني.
فأظن أنه الأرضية موجودة والفكر موجود والطاقة البشرية موجودة، المثقفين موجودين، والشعوب المظلومة لها طاقة تنادي بالحرية. فهاي إذا توحدت والرياديين القياديين قدروا يمتلكوا هالفكر وهالروح المعنوية، ما نتأثر بالسياسات اللي يفرغنا من طاقتنا، مثل الهجرة، المعاناة، البطالة، كل الشيء اللي يخلي الإنسان يعني يهلك. هاي سياسة حرب الخاصة تمارس على الشعوب. فأني بكلش لي ثقة بالتوحيد الشعوب المظلومة، الشعب الأمازيغي، الشعب الكردي الكردستاني يقدر يصل للحرية، وما في أي قوة تقدر تمنع مسيرة الحرية. وكلش شكر وكلش أني مبسوط وسعيد باللقاء جدا جدا مع الشعب الأمازيغي ومع الحضرات الأساتذة الكرام، وأشكركم والنصر للجميع. شكرا حضرتك أستاذ محمد. في أستاذة ليلى صاروخان إذا سمعتني. تحياتي. مساء الخير. أستاذة ليلى صاروخان من الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، تفضلي. طبعا نحن تأخرنا، فيا ريت تكون كلمتك مختصرة، يعني تفضلي. مساء الخير لكل الزملاء. بالحقيقة أنا بدي شوي أرفع من معنويات الجميع، لأنه نحن خطونا خطوات بالنسبة لفلسفة الأمة الديمقراطية. حابة أحكي عن تجربتنا بشمال وشرق سوريا. نحن طبعا بشمال وشرق سوريا اعتمدنا على فلسفة الأمة الديمقراطية، اللي هي فلسفة غير مرسومة بحدود سياسية ولا منحصرة بمنظور واحد للغة والثقافة أو الأديان والتاريخ، بل هي فلسفة تعبر عن الحياة التشاركية التي يسودها التعاون والتعددية والحرية والمساواة بين الجنسين، يعني قيام المجتمع بإدارة نفسه دون الاعتماد على الدولة والسلطة. وطبعا هذا الشيء من خلال بناء مؤسسات الاستقلال الذاتي المعنية بحق الدفاع الذاتي والميادين الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية. فمن خلال هالفلسفة هاي نحن رأينا أنه هالفلسفة هاي هي الوسيلة الوحيدة لحل جميع القضايا الاجتماعية العالقة والناجمة عن نظام الدولة القومية، وهي الوسيلة الأمثل لإنشاء نظام ديمقراطي كومونالي. فنحن بدأنا من أول نقطة بدأنا فيها، كان يجب علينا أنه نحول هالفلسفة من الحالة النظرية إلى الحالة العملية. فبدأنا بالركن الأساسي في النظام الديمقراطي ببناء الكومينات ومن ثم المجالس. فطبعا بناء الكومينات والمجالس ما كان بالأمر السهل. كلياتنا نعرف ذهنية المجتمعات مسيطر عليها فكر بأنه المجتمع بعيد عن الدولة لا يستطيع إدارة نفسه، لا يستطيع حماية نفسه، لا يستطيع إدارة اقتصاده وإلى آخره. يعني هالفكر كان مسيطر على المجتمع عنا، وبالتأكيد مسيطر على أغلب المجتمعات في العالم. يعني بالمختصر المجتمع فاقد ثقته بنفسه وما بيستطيع يفكر خارج إطار الدولة. فهذا الأمر كان صعب علينا جدا بالبداية، ولكن إيماننا بهالفلسفة وإصرارنا قدرنا أنه نشكل كومينات في جميع شمال وشرق سوريا. هلا نستطيع انه نقول بانه كل شخص موجود بشمال وشرق سوريا هو عضو في كومين ويعبر عن رايه بكل حريه ويشارك في النشاط الاجتماعي بشكل عام والنشاط الاقتصادي ايضا. طبعا في كثير انجازات نحن انجزناها من خلال هذا النظام، بالرغم من التحديات والصعوبات كثير انجازات نحن انجزناها. واهم انجاز على مستوى العام للاداره الذاتيه بشمال وشرق سوريا، وعلى مستوى النساء ايضا بشكل خاص، يعني هو نظام الرئاسه المشتركه في جميع مجالس ومؤسسات الاداره الذاتيه. نظام الرئاسه المشتركه هو الترسيخ للنظام الديمقراطي وتعزيز مكانه المراه في المجتمع. كمان هلا يعني نحن بصدد تحضير للانتخابات البلديات، فهنالك يعني تحضيرات بشكل كبير. الكومينات تحاول ان تحضر
مرشحينها، وهي تحاول أنه تبدي برأيها بكل حرية وبكل ديمقراطية. كمان من الناحية الثانية أنا بصراحة أستاذ أنت عم تقولي لو تختصري، فالأفكار كثيرة عندي وتجربتنا كثير غنية، فما بعرف من وين يعني شو بدي أحكي، شو بدي أخلي، شو بدي أختصر صراحة. المهم يعني تجربتنا كثير غنية. يعني إذا بدي أحكي من الناحية الاقتصادية كمان نحن عملنا إنه يكون ندير اقتصادنا حسب الاقتصاد الكومونالي، فنحن أسسنا كثير من الجمعيات التعاونية، وطبعا كان في مشاريع كثير ناجحة، وهالمشاريع هاي كمان لقينا فيها صعوبة لأنه ذهنية المجتمع وكل شخص هو هدفه أنه يعمل له مشروع ويجني أرباح منها، ولكن نحن هون غايتنا من تأسيس هالجمعيات هو انخراط جميع فئات المجتمع بالنشاط الاقتصادي. من ناحية الحماية كمان يمكن الكل يعلم أنه في كثير من الأوقات قوات سوريا الديمقراطية كانت منشغلة بحربها مع داعش، ولكن لجان الحماية الجوهرية الموجودة في الكومينات هي اللي كانت تنشغل وتهتم بالحماية الداخلية داخل المدن والنواحي. يعني بشكل مختصر أقدر أقول أنه ربما أي دولة تعرضت ما تعرضنا له نحن بشمال وشرق سوريا من هجمات الدولة التركية على المؤسسات والبنى واستهدافها للبنى التحتية للمؤسسات الاقتصادية اللي موجودة عندنا، لربما لو كانت أي دولة كانت أثرت بشكل كبير، نحن تأثرنا كمان بشكل كبير، ولكن نتيجة تنظيم المجتمع يعني لحد هلا المجتمع مقتنع انه بده يقاوم، وهذا المشروع لازم ينجح. وطبعا نحن نعتبر انه لربما الكثير يتكلم عن عفوا في صوت زملاء. اتفضلي يا فندم كملي. أكمل. الكثير يعني بيحكوا عن فلسفة الأمة الديمقراطية بشكل نظري، ولكن نحن عم نقول فلسفة الأمة الديمقراطية نحن بشكل نظري يعني تمعنا فيه كثيرا، وهلا هي صار أمر واقع بشكل عملي نحن نطبقها على الأرض. في نتائج نحن يعني حققناها، وطبعا لسه في أهداف كثير كبيرة. ما نقول إنه نحن حققنا أهداف كثير كبيرة، وطبعا نعمل شمال وشرق سوريا هي جنة، ولكن إذا قارناها بدول مستقلة وخاضت حروب، إذا قارناها بهاي الدول نحن نعتبر أنه إنجازات نحن أنجزناها، وأهدافنا لساتها كبيرة، ومصرين أنه هالفلسفة تتعمق أكثر على الأرض ونخوض من خلالها انتصارات أكبر. هذا بشكل موجز للسيستم الإدارة الذاتية والشيء اللي نحن حققناه على الأرض. شكرا. صوت يا أستاذ أحمد، المايك عندك مقفول. قلت شكرا للأستاذة ليلى. ودلوقتي هنسمع رأي دكتور طه علي، وهو يعني خبير في سياسات الهوية وشؤون الشرق الأوسط، وطبعا له كتابين عن الأمازيغ، وفي السنتين الأخيرتين عنده عدد من الأبحاث حول القضية الكردية وفكر السيد وجلان. طبعا أنا دعيته للاجتماع حتى نسمع رأيه كخبير مختص وعنده يعني اتصال وعلاقة بالشعبين. طبعا أتمنى نسمع رأيك الدكتور طه. بداية بسم الله، سعيد بوجودي وسط كوكبة ونخبة من المحترمين المثقفين من الإخوة الإنسانية قبل كل شيء، إخوة محترمين من على الصعيد الأمازيغي والصعيد الكردي. استفدت من كل ما تقدم بجد، يعني أضفتم إلي الكثير وليس لدي الكثير ما أضيفه إليكم، ولكن إذا بتسمحوا لي بمجموعة من الملاحظات التلغرافية التي رصدتها على مدار سنوات الدراسة، سواء على المستوى النظري أو على مستوى المعرفة الشخصية بإخوة من كلا الطرفين. وأنا هنا بدوري راصد
قد أصيب وأخطئ ولست يعني بعيدا عن أي تميزات أخرى. يعني مهم جدا أن يكون هناك حوار ما بين اثنين من المكونات العرقية لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وهما ركيزتان مهمتان في خلق توازن إنساني واستراتيجي وثقافي للمنطقة. كلاهما يمثل ركائز أساسية في يعني شعوب أصيلة في الشرق الأوسط ومكونات رئيسة في هذه المنطقة. يشترك الشعبان الأمازيغي والكردي في عدد من الخصائص، في الكثير من الخصائص. ممكن كلاهما مثلا لديه مشاركة حقيقية وأصيلة وعميقة في عمق التاريخ الإنساني والحضاري لمنطقة الشرق الأوسط، إما في مرحلة ما يعرف بالتاريخ الإسلامي من خلال مشاركة كلا الشعبين سياسيا وعسكريا والدفاع عن المنطقة إلى آخره، وبالتالي الطرفان شاركا في تشكيل الهوية الحضارية لمنطقة الشرق الأوسط. أيضا كلاهما تعرضا لمؤامرة للتقسيم بين الدول القومية التي تشكلت بإرادة غربية في المقام الأول في الربع الأخير من القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين فيما يعرف بالدولة القومية. وعلى هذا الأساس تعرض الشعبان، اسمحوا لي أضيف أنه الشعب العربي أيضا يعني تعرض الجميع أمام الدولة القومية التي شكلت بإرادة قائمة على الاستبداد في المقام الأول، إما استبداد الحداثة الغربية والرأسمالية الغربية أو استبداد السلطة الأحادية ضد الكرد وضد الأمازيغ وضد العرب أيضا ممن يختلفون معهم في الرؤى السياسية. فقد تشكلت ما يعرف بالدولة القومية، سواء كانت دولة عربية أو فارسية أو تركية، كلها قامت على أساس فكر أحادي اكتوى بنيرانه الجميع. وبالتالي الكرد والأمازيغ عانيا بشكل أصيل ومؤلم ومؤسف للتقسيم بين دول قومية مزعومة. أيضا كلا هذين الشعبين خضع لاستراتيجيات الاندماج القسري. في علم الاجتماع السياسي في حاجة اسمها استراتيجيات الاندماج القسري، بمعنى أني أفرض عليك هوية ثقافية محددة من خلال آليات. العجيب والمؤسف أيضا إن كل الآليات دي تم اتباعها من خلال رصدي على مدار 8 سنوات درست فيها الأمازيغية وعامين أو 3 درست فيهم الكردية. سياسات التعريب في الشمال الإفريقي وفي الدول مناطق تواجد الكرد، أيضا سياسات التفريس، فرض النموذج الثقافي الفارسي في إيران، سياسات التتريك أيضا. وبالتالي الجميع خضع لمثل هذه الأطر الثقافية المفروضة قسرا. فتم مثلا أنا ألاحظ يمنع استخدام الأسماء الأمازيغية، يمنع استخدام الأسماء الكردية. تقوم انتفاضة في الجامعة الصيفية في الجزائر سنة 1980 بسبب مطالبة الأمازيغ بمجرد الحديث عن حقوقهم الثقافية، سواء كان من خلال الشعر ومن خلال حق ثقافي، يعني هو حق إنسان في المقام الأول. فيندلع ما يعرف بالربيع الأمازيغي في انطلاقا من العراق الجزائر ويتبعه في المغرب سلسلة من التراكمات الثقافية التي يعني أعقبتها تراكمات وتطورات، وأيضا لاحقا مكتسبات سياسية للأمازيغ بعد الضغط الذي تدرج بداية من سنة مثلا في الجزائر. في المغرب كان حاجة اسمها ميثاق أغادير في المملكة في المغرب، يعني وصولا إلى دولة كانت تخضع للضغوط التي كانت تمارسها الحركة الثقافية الأمازيغية للمطالبة بمكتسباتها، وصولا إلى دسترة اللغة الأمازيغية في المغرب. وإن كانت تلك الدسترة على أرض الواقع كانت منقوصة باعتبار أنه تم الاقتصار على إضفاء الطابع الرسمي، بينما على أرض الواقع كان هناك إشكالية في السماح بممارسة الحقوق الثقافية، وشفنا هذا في الجزائر أعتقد سنة 2016. لكن الملاحظ على كل هذه المكتسبات أنها كانت تأتي بعد ضغط حقيقي في الشارع، وثمن يدفعه الأمازيغ من خلال الصدامات العديدة مع السلطة. وبالتالي ده يقول لنا أن السلطة ما كانت تمنح للأمازيغ مكتسب ما على مدار هذا التراكم وهذه السيرورة التاريخية إلا بعد الضغط، ما يؤكد عدم صدق السلطات. وبالتالي عندي إشكالية دي بتترجم بعد كده في سطحية هذه الحقوق الممنوحة.
على الجانب الكردي أيضا عندي نفس الإشكالية، حقوق ثقافية مسلوبة للكرد في كافة مناطق تواجدهم في كردستان إيران. ما من هبة وانتفاضة كردية على مر التاريخ الكردي إلا وكانت تواجهها السلطات القومية بدعم من السلطات الاستعمارية. رأينا ذلك في قمع الانتفاضات في نموذج الدولة الكردية التي قيمت في إيران. أيضا من التشابهات هناك الجميع يحاول الحفاظ على هويته الثقافية. الكل أدرك أن يعني صعوبة الحفاظ على الأرض التي لطالما سلبت بالقوة تاريخيا من أصحابها، فكانت اللغة هي أبرز مظاهر الحفاظ على هذه الهوية. فرأينا الحفاظ باستماتة واجتهاد بين الأمازيغ وكذلك بين الكرد أيضا على اللغة الأمازيغية في حالة الأمازيغ، لأنها مظهر للغة، فلغتي هويتي وهي ذاتي. وبالتالي إصرار الجميع على تطوير أطر مؤسسية للغة الأمازيغية. ده كان أحد النقاط الاستراتيجية في فكر العقل الأمازيغي بشكل عام. ليس اللغة فقط، المظاهر الثقافية الأخرى مثل العادات والتقاليد والزي، وكلنا نرى الصورة الشهيرة لأختنا أماني الوشاحي بزيها الذي لطالما جاب ربوع وسائل التواصل أو الفضاء الإلكتروني للتعبير عن الثقافة الأمازيغية، إما من خلال الزي هذا الذي يشكل رمز من رموز الهوية الثقافية الأمازيغية، أو من خلال الأغاني الأمازيغية التي انتشرت والشعر الأمازيغي والرواية الأمازيغية وإلى آخره. إذن على الجانب الكردي أيضا رأينا الكثير من الأغاني الكردية، الشعر الكردي، الاعتزاز بالهوية الكردية، اللغة الكردية. الجميع يسعى للحفاظ على ثقافته في إطار حاجتين بقى، ضد حاجتين. أولا سياسات التعريب التي فرضت بواسطة القوى السلطوية التي حكمت دول المنطقة، وليس في العالم ما يعرف بالعالم العربي فقط. أنا عايز أقول الشرق الأوسط كله، في إيران، تركيا، حتى في الدول العربية. وأمام أيضا استراتيجيات التزويب والصهر الثقافي التي فرضتها القوى الغربية من خلال ما يعرف بالعولمة. لأننا جميعا في المنطقة بنعاني من محاولات تزويب وصهر ثقافي لصالح لغة المستعمر، إما الفرنسية في الشمال الإفريقي أو في العربية في أماكن أخرى، أو حتى التركية في الوضع في بعض في إطار مساعي تركيا لاستعادة المشروع التركي في الشرق الأوسط. أيضا علشان حتى لا أثقل ولا أطيل، وأنا يعني اسمحوا لي أقول أن هناك تحديات تواجه. قبل ذلك أيضا هناك تطور وتراكم في العقلية الأمازيغية. رأينا فكرة على سبيل المثال التطور الأطر التنظيمية عند إخواننا الأمازيغ مثلا. على مدار الثمانينات والسبعينات كان هناك مجموعة من الجمعيات الثقافية، ثم تطور الأمر بأننا بنتحدث عن حقوق السياسية بعد نضج العقلية الأمازيغية. ورأينا البيان الأمازيغي في عام 2000 بيطالب بحقوق سياسية أكثر نضجا مما كانت، وانتقل الأمازيغ من مرحلة التعبير عن نفسهم ثقافيا إلى التعبير عن نفسهم سياسيا، حتى أنه مثلا رأينا فكرة الأحزاب السياسية الداعمة للأمازيغ أو المشكلة من جانب الأمازيغ، زي حزب على ما أذكر أكال في المغرب، في تونس، وأكال في اللغة الأمازيغية إن لم تخونني الذاكرة تعني الأرض. ليه الأرض؟ اعتزازا بالذات الأمازيغية، كما نرى أيضا في الحالة الكردستانية لما يتم تأسيس كيانات ثقافية وسياسية من يعني يطلق عليها أسماء تعبر عن الذات الكردية في المقام الأول. هذا النضج أيضا من مظاهر النضج. رأينا العقل الكردي يعني يفرز أطروحات متقدمة، زي فكر مثلا القائد عبد الله أوجلان لما يعني يبدأ حياته يعني يشكل نموذج، إما نموذج نضالي ونموذج أيديولوجي، يعني يخوض في دروب الفكر ويقرأ. لو تطلع على كتابات أوجلان تجد أنه قرأ في كافة ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، ودرس العلوم السياسية وكذا وكذا، وبالتالي خرج بنظرية أو برؤية
أممية تتجاوز أطر الحالة الكردية ليعالج من خلالها قضايا الشرق الأوسط بشكل عام. إذن أنا عندي العقل الأمازيغي عفوا الكردي يتحول من العشائرية في القرن ال19 وال20 والصراعات العشائرية طول الوقت، كنا نجد قبيلة كذا وقبيلة كذا والإمارة التي تقوم على أساس قبيلة، إلى شخص يعني يصدر لنا أو ينتج لنا فكر عابر للأمم وليس للحدود. وبالتالي هذا مظهر من مظاهر تطور العقل الكردي. على الجانب الأمازيغي رأينا كتابات أحمد عصيد وكتابات العديد من الأمازيغ يعني يندمجوا وينخرطوا في فكرة الحلول الديمقراطية في المقام الأول، وتجاوز الأطر التقليدية الأمازيغية إلى أطر عولمية. يعني أرى أن هناك تحديات، علشان أقفز إلى الأمام، أن هناك تحديات يشترك الجميع الطرفان فيها أيضا. هناك التحدي الأول الذي يتمثل في دور بقايا الاستعمار التي لطالما دأبت على ترسيخ الثنائيات في ما بين إما الكرد والعرب أو الأمازيغ والعرب، أو حتى الكرد وأنفسهم. فنجد على سبيل المثال المؤسف أن الأمة الكردية بشكل عام هناك فصائل في الداخل الكردي. للأسف ليس هناك رؤية كردية عامة بشأن مصير الكرد، وأعتقد أن ذلك من النقاط التي يجب أن نسجلها بحروف بارزة، لأنها إحدى العقبات الاستراتيجية التي تعيق تطور القضية الكردية أيضا. وبالتالي أنا بأرصد على الجانب الأمازيغي أيضا هناك فصائل في الداخل الأمازيغي، إما على المستوى الثقافي أو على المستوى السياسي. ليس هناك رؤية أمازيغية واحدة يعني نقدر نقول إن هو ده رأي الأمازيغ بشكل عام. الموقف مثلا من القضية الفلسطينية على سبيل المثال، أو الموقف من قضايا الاستبداد، نجد مثلا في الفصيل في الحالة الكردية نجد أن هناك فصائل يعني تتضافر وتتضامن وتدعم الدولة التركية والدولة القومية من منطلق الاستبداد. مثلا في جزء من الجانب الكردي يدعم الدولة التركية، وفي جزء من الجانب الأمازيغي أيضا يتقارب مع السلطة. ويمكن هناك نرصد فجوة بين بعض الفصائل الكردية الأمازيغية، ونحن للأسف الوقت لا يسعنا لأن نذكر هذه الوقائع بالأسماء، وطبعا يعني حتى منعا، لأنه الأمور دي بتبقى جدلية برضو، يعني لأن أحيانا بيبقى كل واحد بيبقى متصور إنه بيخدم قضيته. يعني في البعض يقول أنا بتعامل مع تركيا عشان أخدم القضية الكردية، واحد يقول أنا بتعامل مع السلطة اللي أنتم بتسموها مستبدة علشان أخدم الحالة الأمازيغية. طبعا هي دي أمور جدلية. أيضا تقديري وحتى نقفز للنقطة الأخيرة. طيب يعني نقدر نعمل إيه؟ يعني تقديري أن يعني تحدثنا كثيرا وكتبنا فكرة الحوار، وأرى أن ما يحدث اليوم هو نقطة مهمة جدا جدا على هذا الطريق. معلش بعد إذنك يا طه، بعد إذنك، أنت بتقول نقدر نعمل إيه؟ النون هنا عايد على مين؟ نقدر نعمل إيه؟ أنا يعني النون عايدة على مين؟ النون دي عايدة على مين؟ اللي هم مين؟ اسمعيني، أنا هقول لك، أنا عارف النون هي عائدة على كل من يعاني من هذه الإشكالية، سواء كانوا أمازيغ أو كرد أو حتى عرب، لأن الجميع يعاني منها. لأن خلي بالك، أصل مشكلتك كأمازيغية مش مع الشعب العربي بقدر ما كانت تاريخيا مع السلطة التي كرست الفكر القومي العربي. يعني أنا، طب ما أنا هو يقال إني عربي مثلا، يعني واجلس معكم. يعني انت مصري، انت مش عربي، انت مصري. يعني انا ماشي، انا يعني مش يعني انا لست من صديقتي، لست من انصار التشعب. انت خدتي بالك؟ يعني انا يمكن ان ارد عليك، وانت عارفه معزتك ومحبتك عندي. يعني على اي حال، الحوار لابد ان، وانا تقديري ان الحوار هنا حل استراتيجي وحتمي. وبدون الحوار، وهنا الحوار بالمناسبه لابد ان يكون على مستويين، والمستويين بالتوازي يا سيد احمد. المستوى الاول ان يكون حوار داخلي بين الفصائل المختلفه في الداخل الامازيغي، هدف الوصول الى رؤيه موحده تعبر عن الشعب الامازيغي والامه الامازيغيه، وايضا رأب الصدع الذي يعاني منها الكرد، لاننا عندنا خلافات بتصل الى حد الاتهامات
ما يعيق تطور القضية الكردية. ونجد مثلا أن هناك تقدم في الجانب الذي يعبر عنه الذي يحتضن فكر السيد أوجلان، و يعني يندفع إلى الأمام، واتجاه آخر يتهمه باتهامات واتهامات متبادلة. وبالتالي أنا تقديري يعني لابد أن يكون هناك حوار داخلي، ولابد أن تنقطع مسافات على خلفية فكر أوجلان نفسه، لأنه السيد أوجلان نفسه هو أول من يدعو يعني السيد أوجلان يدعو للحوار مع الآخر، فما بالك من الحوار الداخلي. أعتقد أن أول من يرحب بالحوار الكردي هو السيد أوجلان، والكردي العربي أيضا، والكردي الأمازيغي. دي نقطة. النقطة الثانية والأخيرة عفوا. الأخيرة تمام، تفضل. طبعا لا، أنا أدرك أني ربما أكون قد جرت على حق آخرين، فأنا بعتذر يعني. على أي حال، أنا أتمنى أن الجولة الحوارية المقبلة من جمعكم الكريم هذا أن يتسع نطاقها لتشمل مختلفين في الرؤية، ليكون الحوار على أساس اتساع الرؤية. وبالتالي إحنا لما أكلم حد متفق معي في نفس الهدف هذا جميل، لكن أن أحدث حد مختلف معي في نفس الهدف ونصل إلى رؤية مشتركة، أعتقد أن ذلك هذا الأفضل، لأن نطاق تضامننا. وأخيرا أؤكد أن إشكالية الشرق الأوسط بصرف النظر عن عربي وما إلى ذلك هي إشكالية الاستبداد الذي كرسته الدولة القومية، والذي يخدم السلطات التي في المقام الأول هي عميلة لصالح الرأسمالية العالمية التي لن يريحها، بداية مما يعرف بالظهير الأمازيغي عفوا أو الظهير البربري يسمى كما يسمى، لكنه كان أحد مظاهر دق الأسفين بين مكونات الشعوب في شمال أفريقيا، أو حتى مساعي دق الأسفين المستمرة بين الكرد وإخوانهم من المكونات في تركيا وفي فارس في إيران وفي العالم العربي. إذن خلاصة القول أن قبول الآخر حتى وإن كان مختلف، أعتقد أنه ده بيشكل أحد الركائز الأساسية لفكر السيد عبد الله أوجلان، والذي أرى أنه مرحلة متقدمة جدا في التعامل مع قضايا إشكالية التنوع في الشرق الأوسط بشكل عام. وطبتم ودمتم بخير، وبعتذر إذا كنت قد أطلت عليكم، وأي شيء هترد علي فيه السيدة أماني، لأن أنا ألمح في عقلها من الاختلافات الكثير، وإن كنت شكرا شكرا دكتور طه. بس انا عندي تعليق. لا لازم لا طبعا حددي. انا هخطفه طه ده في الاخر، هخطفه يعني. هو بص مبدئيا بس مبدئيا يعني بس اول حاجه في يعني اخين من الامازيغ حاولوا ينضموا معنا، يعني مرة دخلوا، لكن المكان اللي هم متواجدين فيه كان من حيث الانترنت سيء، فهم قالوا يعني طالما استاذ فتحي موجود واستاذ اماني موجودة نحن برضو موجودين، فهم يعني بيمثلونا كمان يعني. اوكي حبيبي، مين هم اسمائهم؟ في اكلي شكا اللي كان معانا، وفي عبد الله بوتاني من الجزائر، وفي طبعا استاذ اماني اذا حابه. استني عندي بس ملاحظات على كلام طه. تمام. اولا يا طه، بس انت اقتراحك ان احنا يبقى في الاجتماعات دي يبقى في يعني اشخاص مختلفين معانا في الراي. هو واضح اصلا ان انت مش مستوعب الحلقه النقاشيه دي هدفها ايه. هي اول حلقه من مجموعه حلقات نقاشيه ما بين الامازيغ والكرد بهدف التقريب ما بين يعني ايه تعارف وتقريب وجهات النظر ووضع استراتيجيات تعاون، مش بغرض ان احنا نطلع على راي المختلفين معانا. يعني انا على فكره انا فوجئت اصلا انك موجود، مع احترامي ليك باعتبارك ايه طرف ثالث يعني. انا مزيغي حضرتك، انا مزيغي على فكره. لا يعني معلش، انا حتى احمد ما قالش ان في ان انت تبقى موجود، يعني مع احترامي ليك، بس لان المفروض ان دي
بدايه، احنا كنا متفقين ان دي بدايه حلقات نقاشيه ما بين الامازيغ والكرد. انا فوجئت ان في طرف ثالث موجود. لو مش بس كده، انت كمان بتفتي يعني ايه، بتقترح يا جماعه وسعوا النقاش، انت كده ايه، ودخلوا اشخاص مختلفين معاكم في الراي، مش عارف ايه. انت كمان بتضرب لنا فكره الحلقات النقاشيه، اماني اضمن بتبوظها. منين انك امازيغيه اصلا؟ انا اضمن منين إيه؟ انك امازيغيه وانا اصلا؟ اضمن منين ان انت سمكتها اصلا يعني. تمام. الفكره بس عشان تبقى عارف، انت الاقتراح بتاعك خارج اصلا عن الموضوع. يعني فكره ايه، احنا مش هنا عشان نتناقش مع المختلفين معانا، احنا عشان نتعارف مع بعضنا يعني، بس مش اكتر يعني. وان شاء ماشي. الله لما تجيلي سيوه بقى لا نتكلم بقى، نشوف الليله دي ايه يعني. خلاص جهزي السمك بقى. طبعا عشان يعني نحاول نختم اللقاء، يعني نخلي كل المشاركين كل واحد دقيقتين او 3 يعقب. طبعا بعتذر منكم، كان المفروض نحكي اكثر لكن الوقت يعني داهمنا. فخلينا نبدا بال يعني الحضور كل واحد يحكي دقيقتين اذا عنده ملاحظات نهائيه ونختم اللقاء. نبدا من عند الاستاذ فتحي. استاذ فتحي اذا عندك تعليق. نعم، أنا مستمتع جدا بالنقاش ومداخلات الإخوة. دكتور طه، موفق جدا في اطلاعك على حيثيات أوضاع الأمازيغ والكرد، وإن كانت هناك بعض الجزئيات يجب أن تطلع عليها بشكل يعني بالذات ما يتعلق بالتوجه السياسي الأمازيغي. هناك أدبيات مكتوبة من ضمنها مشروعنا السياسي كحزب ليبيا الأمة ليبو في ليبيا مهم جدا، وأنا سأتطرق لماذا مهم. أستاذ صالح مسلم، تعقيبا على كلامك وعلى كلام بعض الإخوة، أول نقطة، هناك تردد في عند بعض الإخوة حول مسمى الغزو العربي، غزو إسلامي، فتح إسلامي. لنكن واقعيين وعلميين. دخول العرب إلى شمال أفريقيا كان غزو عربي، غزو عربي، بل وبدقة أكثر هو غزو قرشي بقيادة قرشية. لماذا؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال تسميته بإسلامي، سواء غزو أو فتح، لأن الإسلام في حد ذاته كمشروع لم يكن متبلور في تلك الفترة، بل حتى القرآن في حد ذاته لم يكن موجود عندما قدم عمرو بن العاص وفتح ودخل مصر ودخل ليبيا ووصل إلى حدود السودان الشمالية. والأمر الذي اضطر عمر بن الخطاب أن يرسل له مسرعا لكي يرجع خوفا من تمدد سلطة عمرو بن العاص في المنطقة. إذن الشكل الإسلامي الموجود الآن الذي تبلور في الحقبة العباسية لم يكن موجود في تلك الآونة. لم يكن هناك إسلام أصلا لنسمي هذا غزو إسلامي أو فتح إسلامي. لا القرآن كان موجود بالشكل النهائي في عمر بن الخطاب، ولا الأحاديث والتشريعات من ذلك. فبالتالي ببساطة هو غزو عربي قرشي بقيادة قرشية، تبعه غزو تركي، والآن الغزو التركي يعود من جديد في المنطقة وفي ليبيا تحديدا، وهذا أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وبشكل واضح وصريح. أستاذ صالح أيضا مسلم، طبعا أنا تعرفت عليك في لقاء ألمانيا لو تتذكر في 2013، لو تتذكر هذا، أنا أعتقد أنك نسيت. أنا كنت من الحاضرين لما كنت رئيس كونغرس العالمي، الحاضرين المستمرين في اللقاءات الكردية في 2013. في يناير 2013 كنا في ليبيا، عقدنا لقاء دولي اسمه الاستحقاق الدستوري لأمازيغ ليبيا. طبعا سكرتير نائبة العزيزة وأماني كانت على رأس الحاضرين، وهناك كنا دعونا أعضاء من حزب العمال الكردستاني، وهؤلاء الأعضاء هم نفسهم من تم اغتيالهم في شهر يناير 2013 قبل ذلك الملتقى بأسبوع 10 أيام. وقد تطرقت إلى هذا العمل الجبان وإدانة صريحة للنظام التركي، الأمر الذي أدى بالسفير التركي لاستهجان كبير، مع محاسن الصدف أن الوجود التركي في ليبيا في تلك الفترة 2013 لم يكن قويا كما الآن، وإلا لما كنت بينكم اليوم. أيضا في حقبة رئاسة الكونغرس العالمي الأمازيغي الكثير من المناشط الكردية تم دمجها مع المناشط الأمازيغية، ومظاهرات وتظاهرات ثقافية ومسيرات خذناها جنبا إلى جنب. بل أكثر من هذا، أنا تلقيت شخصيا دعوة من إقليم أربيل من السيد بارزان في تلك الفترة لزيارة الإقليم
وكنا شكلنا وفد، ولكن لأمور فنية لم تتحقق هذه الزيارة. إذن التواصل موجود، ولكن مع الأسف الاستمرارية غير موجودة، لأننا لم نبلور رؤية مشتركة، وهذا ما ينقصنا للتحرك المشترك. أنا أريد فقط أن أقول تعريجا على أن هناك مصير واحد، مش بس تاريخيا ولكن مصير حالي واحد. الآن في ليبيا هناك مواجهة حقيقية مع التمدد التركي، بل حتى في أزواد، يكون علمكم في أزواد شمال مالي الآن أخوتنا الطوارق يواجهون القوى العسكرية المالية وقوات فاغنر الروسية بتحالف مع القوات التركية. المشكل في شمال أفريقيا أو ما نسميه احنا تمازغة هو أقل نوعا ما سوءا من مشكل في كردستان، من ناحية أننا في إقليم تمازغة باستثناء المجموعة الموجودة في مصر ليس هناك لنا احتكاك حقيقي مع جماعات أخرى أو كيانات أخرى قائمة بذاتها زي المشروع الفارسي أو المشروع التركي. أو شمال أفريقيا يعني مش منغلق ولكنه محتوي على نفسه. هي الأيديولوجية فقط التي غزت، الأيديولوجية المسيسة هي التي غزت المجتمع الأمازيغي في شمال أفريقيا. فبالتالي حتى الحضور البشري أو الحضاري غير موجود في شمال أفريقيا إلا العنصر الأمازيغي. يعني بدليل حتى بسيط أن كل النقوش التاريخية والآثار وكذا ليست هناك أي تماس مع حضارات أخرى. حتى الآن الطوارق في شمال النيجر وشمال مالي هؤلاء يفصلهم حتى الجغرافيا. مثل في أزواد، الإقليم أزواد المتنازع الآن فيه وفي حرب حقيقية، حرب إبادة بين مطرقة الدواعش والحركات الإرهابية والحركات العسكرية في دول الساحل والصحراء. حتى جغرافيا منفصلة، ثقافة التوارق الأمازيغ وثقافة الأدغال حتى جغرافيا مفصولة، يعني بنهر النيجر، وهو يعني فصل جغرافي أمدي منذ التاريخ. المشكلة عندنا احنا في شمال أفريقيا هي الأيديولوجية زي ما تكلم عليها الأستاذ طه، التي غزت المجتمع الأمازيغي من خلال التعليم التعريب والإعلام وتسييس التعريب السياسة فيه. ولهذا جاء مشروع مثلا حزب ليبيا الأمة الذي تشرفت بتأسيسه، لأننا شنو اكتشفنا حتى في 2011 لما قامت ثورة ربيع الياسمين في المنطقة وتحررنا نوعا ما من قبضة الدكتاتورية على الأقل في السنوات الأولى من هذه الانتفاضة وهذه الثورة، وجدنا أن الحركة السياسية لما بدأت تتبلور من جديد تحت مسميات الوطنية والديمقراطية وكذا، ولكن مشاريعها السياسية ضرورة تميل إلى العوربة والتأسلم. ليش قراءتنا؟ لأن ليست هناك أرضية لفكر وطني سياسي، بمعنى هويتنا الثقافية لم تفرز لنا هوية سياسية يمكن أن تميزنا عن الآخرين. فكنا حنرجع إلى نفس الحلقة السابقة. في السابق كنا قوميين بانقلابات عسكرية في تونس وفي ليبيا، طغى الإسلام السياسي، الإخوان المسلمين ظهروا في الصورة حتى نوعا ما في مصر، واستحوذوا على شعبية الناس في البدايات، لأن الناس ليست عندهم خيارات تانية، يما العودة للعسكرة، عروبة العسكرة، أو الذهاب إلى البديل وهو الإسلام السياسي المعرب أيضا أو القومجي العربي. فلأن ليس هناك إلا هذه المطرقة والسندان، الشعب ليست له خيارات. فلهذا احنا طرحنا مشروعنا في حزب ليبيا الأمة أن هناك هوية ليبية يجب أن تنبع منها هوية وخيارات سياسية ليبية، أن احنا لسنا جزء من أي طرف خارجي، بل احنا كيان مستقل لنا امتدادنا التاريخي والحضاري مع الآخرين، ولكننا كسيادة سياسية نحن لدينا استقلالية تامة. ولهذا حزب ليبيا الأمة في ليبيا الوحيد الذي يجاهر الآن بعلمانيته، الحزب الوحيد الذي يصرح بأدبياته العلنية أن الحزب علماني. وهذه ربما تظهر لكم ببسيطة وبديهية، ولكن في ليبيا تعتبر جريمة، لأن العلمانية بالنسبة لشيوخ الدين هي كفر، وبالنسبة للقومجيين هي الحزب الوحيد اللي هو الليبرالي. وهو أدبيات أيضا، في أدبياتنا بصراحة نتكلم عن الليبرالية،
ونعتنق المسار الليبرالي، حرية التعبير، تشكيل الأحزاب، في حرية الممارسات، الحياة الشخصية. هذه أيضا تحديات تدعمنا فيها شخصيتنا الأمازيغية المتحررة المستقلة، ويعني نحارب بها التصحر السياسي الموجود، لأننا في ليبيا سنرجع أيضا يا إما أحزاب وطنية تحت مظلة العروبة أو أحزاب وطنية تحت مظلة الإسلام. ولكن نحن انتهجنا طريق ثالث، وهذا علاش نصحت الدكتور طه أن يطلع على تجربتنا، لأن نحن ندعو إلى شخصية سياسية ليبية سياسية تنبع أو تنهل من شخصيتنا الثقافية الحضارية. عموما أنا يعني الوقت لا يتسع لي أكثر من هذا، ولكن السيدة ليلى صاروخان راهو نفس الشيء اللي تحكي عليه في شمال سوريا ينطبق علينا في أمازيغ ليبيا. نحن أيضا أقاليمنا ذاتية التسيير، ذاتية القرار، وبالعكس نتحدى حتى السلطات المركزية، يعني مش سلطة يعني بمعنى الكلمة، ولكن على الأقل أنقاض السلطات الموجودة، ونقرر مصيرنا بأيدينا ونسير أمورنا بأيدينا. ونفس الشيء في أزواد وشمال النيجر. نقطة أخيرة بس دكتور طه، بالنسبة للدق الأسفين بين الأمازيغ أنفسهم والكرد أنفسهم، هذه ظاهرة يعني إنسانية. حتى حركة تحرير إيرلندا وقع فيها مآسي بين رفاق نضال نفسهم، وكل زي ما قلت حضرتك كل واحد يدعي بأنه يناضل من أجل قضيته من منطلقه، ولكن هذه ظاهرة إنسانية لا تخيفنا كثيرا، لأنها ظاهرة عامة في كل البشرية. شكرا جزيلا وأعتذر على الإطالة. شكرا. أستاذ صالح مسلم، إذا عندك أي تعليق. مرة ثانية بشكركم على إتاحة الفرصة. والكلام اللي قاله الأستاذ فتحي هو كلام سليم، غزو قرشي، ولكن طبعا تحت يافطة الإسلام استطاعوا تخدير هذه الشعوب وإلى الآن يستخدمونها. نحن عانينا يعني مثل ما عانينا في كردستان وفي مناطقنا ولا زلنا نعاني الآن. تجري ممارسات في شمال أفريقيا، ولهذا نحن يمكننا الاستفادة من تجاربنا. والرفيقة ليلى شرحت ما نحن قمنا به، الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا. ولكن ما أود الإشارة إليه، يعني نحن لم يكتفوا بالغزو الثقافي أو الغزو الاقتصادي، وإنما نحن تعرضنا لإبادات كثيرة. ولذلك نحن اعتمدنا على حق الدفاع المشروع عن الذات. والدفاع المشروع هو طبعا حق طبيعي لكل كائن حي، مو بس للبشرية. ولهذا أعتقد أن يعني من هذه التجربة أيضا هناك من الرفاق في الأمة الأمازيغية يمكنهم الاستفادة من التجربة الكردية. ونحن طبعا لنا ما نستطيع أن نستفيد من التجربة الأمازيغية وتجربة الأمة الأمازيغية. ولكن في كل الأحوال أتمنى طبعا هذه الفرصة أتاحت للتعرف على بعضنا والتعمق وتبادل الخبرات والتجارب والتنسيق في المجال الممكن أن ننسق فيه، سواء على الصعيد السياسي أو الدبلوماسي في الخارج في أي مكان. نحن متواجدون، وأعتقد أن المؤسسات الأمازيغية أيضا متواجدة. ولكن بالنسبة للأخ فتحي ما أود أن أذكره، يمكنه البدء بتجربة من ليبيا. القبائل التي كانت هناك والتي يدعي أردوغان بأنها قبائل تركية أن يلتقي بهم ويسألهم كيف جاءوا، كيف تم طردهم من كردستان عقوبة لهم، والآن يقولون بأنهم أتراك. فإذا كانوا لا زالوا يستخدمون هذا الدجل وهذه الألاعيب، فأعتقد أن الأخوة الليبيين جديرون بأن يفضحوا هذه الفضائح على أرضهم، وخاصة أنها مصيبة أخرى، كارثة أخرى. نحن طبعا سنحاول طبعا أن نتواصل مع الإخوة، وخاصة في أزواد أو في المناطق الأخرى، أو في أي مكان آخر، أو في حتى في الجزائر. ولكن ما أؤكد عليه أن معاناتنا هي واحدة. هؤلاء الذين يسعون وراء الربح الأعظم، سواء من
احتكارات السلطة والثروة في الحداثة الرأسمالية. والعلاج الوحيد هي الأمة الديمقراطية التي نحن بصددها نقولها، والدفاع المشروع عن الذات بشتى الوسائل. هذا ما أريد أن أؤكد عليه، وأتمنى طبعا أن تستمر هذه اللقاءات بشتى الوسائل، سواء عن طريق الفضاء الافتراضي أو بلقاءات مثل ما جرت دعوة الأستاذ فتحي بالنسبة لجنوب كردستان. نحن أيضا نوجه هذه الدعوة باسم حزبنا، حزب الاتحاد الديمقراطي، أن يقوم بزيارة لروجافا أو في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، لنجلس ونتحادث ونتكلم، نشتكي لبعضنا ونحاول أن نتقاسم همومنا. وهذه أعتبرها دعوة رسمية لكم لزيارة مناطقنا، وشكرا. شكرا للحضور. طبعا كان بودي انه كل واحد يحكي، لكن تجاوزنا الوقت، فبعتذر منكم كلكم ووصلنا لنهاية اللقاء. طبعا في كثير من الأخوة الأمازيغ حاولوا ينضموا مرات عديدة، لكن شبكة النت كانت عندهم ضعيفة، لكن غالبتهم يعني أوصوني أنه أوصل تحياتهم لكم، وقالوا ده لقاء تاريخي وهن يعني فخورين بهذا اللقاء. وزي ما هم قالوا أستاذ فتحي موجود، يعني احنا موجودين، وأستاذي أماني. ومرة ثانية يعني جميعا على هذا اللقاء. وطبعا حنحاول يعني نعطي ارقامكم بين بعض حتى تقدروا تتواصلوا والى مزيد من اللقاءات. ومره ثانيه اعتذر اذا ما قدرنا نكمل الى اكثر. شكرا لكم مره ثانيه والى اللقاء يعني. شكرا. أشكركم جميعا. إلى اللقاء، شكرا.